اهلا بكم في ملخصات كايرو. معانا اليوم منهوة جديده وجامده هتعجبكم. وطبعا قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك حالا وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بتبدا حكايتنا وبنشوف متنمر المدرسه وهو قاعد بيروق على حاله، بس باين ان مزاجه مش في احسن حال، وبنسمع صوت بيقول ان حياته في خطر. فبيقول المتنمر واللي بنعرف ان اسمه تاي سونج، وبيقول له لو المدرس جه لهنا وقفه بجسمك. بيطلع انه بيكلم بطلنا واللي بنعرف ان اسمه هو يونج سوك بارك. بيكون طبعا في المدرسه دي القوي هو المسيطر والضعيف بيخدم، وده اللي بنشوفه لما تاي سونج بيطلب من بطلنا انه يقلد اصوات معينه. وحتى في الفصل بيفضل تاي سونج يعمل فيها لوفي وبيضرب بضربه البستول الشهيره. ومش كده وبس، بيقولوا له يعمل بيكاتشو شكله يفتح مالتي فيرس على الانميات التانية. وبيشوف بطلنا انهم مبسوطين بكده وبيتمنى انه بس يكون اقوى منهم مش اكتر. وبيخلص يوم اللي كله اهانه وذل وبيروح، وبنعرف ان ضخامته دي بسبب حبه للاكل واستعطاف امه ليه. وبيكلم امه انه عايز يغير مدرسته، وبيتحجج لها ان كل الطلاب اللي هناك درجاتهم حلوه الا هو، بس ما بيقدروش يغيروا المدرسه، وده لانهم اسره على قد حالها فمش هتقدر تغير المدرسه، ومش هيلاقوا مكان رخيص يعيشوا فيه. وبتقول له كمان لو انتقلت هتكون بعيد عن صحابك، وهي بتقول كده لانها ما تعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل له. وبسبب ضعفه في المدرسه بيحط كل غضبه عليها، وان اصحابه مش مهمين، وان فقره ده مش غلطته. وبيضرب الحيطه بايده، ولو مستني انه يكتسب قوه فانا بخيب املك. بيجي تاني يوم وبيكونش عايز يكرر ايام المدرسه، وكمان ايده لسه بتوجعه من ضربه الحيطه، بس بيقول اوعى الشياكه دي ايد راجل حقيقي. وبيسرح في خياله وهو ماشي وبيقول يا ترى هي دي اللكمه المذهله، بس بيفوق ان حتى لو عنده مش هيقدر يهزم تاي سونج. وطبعا كابوس الازلي بيتحقق تاني وبينادي عليه تاي سونج، وبما ان اول محاضره عندهم تربيه بدنيه فبيحط الادوات بتاعته على طاولته، وبنروح لعند امه اللي بتكون بتحاول انها تنقل لانها فهمت وضع ابنها وانها كانت مستهتره بيه. فبيقول لها اللي شغال في المكتب ان درجاته قليله وعلشان تنقله كده هياخدوا فلوس كتير، وما بنعرفش ايه حصل بعدها. وبنرجع للمدرسه وبنشوف ان تاي سونج عامل رهان مع واحد على اللي يسيب وش بطلنا يكسب، وبطلنا بكل تلقائيه بيتجنب ضربه تاي سونج. وبيجي التاني شبيه ميسي بس تعبان حبتين، وبيكون باين انه محترف وفعلا بيتوقع ان بطلنا هينزل راسه وبيسيبه وبيكسب الرهان. بيكون بطلنا خايف لان كده تاي سونج هيقتله، بس قبل ما يحصل حاجه بنشوف ام بطلنا داخله، والاول مره بتكون ملامحها كلها غضب. طبعا غريزه الام انها تدافع عنه، بس من غباء بطلنا انه راح وصرخ فيها، وحاجه اخر عقوق الوالدين. ومش بس كده، ده دافع عن تاي سونج واعتذر عن اللي حصل، ومتجاهل ان هي بتحميه اصلا. وبعد ما بيخلص اليوم وبيجي الليل بيكون رايح لبيته، وبيلاقي ان الضوء لسه شغال وشكلها مستنيه انه يرجع، وهو بيدخل بهدوء علشان ما يخليهاش تنتبه منه، بس بتكون مستنياه. وبتقول له عايزين نتكلم شويه. بتقول له حلم حياته انها عرفت تخليه ينتقل لمدرسه تانية، وبتقول له انها مش هتقدر تكون معاه علشان شغلها وانه هيكون لوحده. وبوش مبسوط بتقول له هقدر اوفر لك كل حاجه تخص معيشتك فما تقلقش وانتقل. بيكون مبسوط ان دي بدايه جديده وحياه جديده بالنسبه له، هيقدر يكون صداقات المره دي. وبيوصل للمدينه واخيرا بيحس بالحريه، وانه مش هيكون خايف من بكره او حتى المتنمرين لان محدش يعرفه. وبمناسبه تغيره ده بيقرر انه يغير شعره ويحلقه، وبيخلص الحلاقه والكل بينصدم منها لانه شبه كيم جونج اون رئيس كوريا الشماليه. وهو في حد بيقول انه هيتصل بالشرطه من كتر الرعب، وحتى لما بيمشي في الشوارع بيكون الناس مرعوبين منه مع انه فاكر العكس. وهو واقف بيتباهى بنفسه، بتكون في بنت واقفه مستنيه حد فبيشوفها بالصدفه وبيبتسم لانه فاكر انها معجبه بيه، بس بتخاف اكتر. وبنشوف ان في حد بيجي بينادي عليها باسمها وهو مي جين، وبيكون اسمه جين سونج. ولما بيشوف بطلنا قدامها بيفكر يعمل معاه مشكله، لكن هي بتسحبه لبعيد وبيقول انه محظوظ بس والمره الجايه مش هيعدي منها على خير. ولما بيعدي الموقف بيشغل بطلنا مخه اللي فيه خليتين، وبيقول انها ابتسمت شكلها مهتمه، وصاحبها ده باين عليه بيتصرف بقوه لانه معاها، ويا ريته ما فكر لانه بيقولوا انه مش هيهرب وهيروح ليهم. وبيروح لفعلا وبيقول لجين سونج علشان يتكلموا هيروحوا المقهى الاول، وبيروحوا بيكون خدوا هناك علشان يضربوا مش اكتر، وكل الناس بيتفرجوا عليه وبيصوروه. بيرجع بيته وبيشوف ان الفيديو بتاعه وهو بيتضرب انتشر، وبيقول انه يا دوبك بدا ياخد ثقه في نفسه، ودلوقتي راح مع الهوا وفضل يبكي لحد ما نام. بيصحى في وسط الليل وبيلاحظ انه نام كتير، وبيروح للحمام وبيقول انه لما صحي حس بشعور مختلف وافضل. وبيلاحظ ان السقف بقى اقرب ليه، وبيلاقي ان الارض بقت ابعد حتى الحوض. وبيشوف شكله في المرايه بيكون مختلف تماما عن اللي توقعه، ولاول مره شكله بقى مثالي زي ما كان بيتخيل. ومن كتر الصدمه ما قدرش يتكلم ووقع لان كل حاجه فيه اتغيرت كده، ومن خوفه بيرجع يتصل على امه. بس لما بيروح لاوضته اكتر حاجه بتصدمه هي ان شاف جسمه الضخم مرمي على الارض في مكان نومه. اول مره في حياته بيشوف الجسم ده، وبيشوف برضه جسمه التاني، وبيحاول يستوعب اللي حصل. ومن اللي
اللي حسه وحركته وشعوره وجسمه بيقول ان كل ده واقع ومش حلم. ولما بيستوعب ان كل ده حقيقة بيحس بخوف كبير، ووقتها بيمسك تليفونه وبيسجل كل اللي حصل، وهو ان بقى 2 او جسمين. هو بيكون عايز يكلم الشرطة بس خايف لو عمل كده هياخدوه ويعملوا عليه تجارب، ومش عارف يقول لامه ايه، فبيقرر يخبي الحوار لحد دلوقتي، وبيقرر يصحي جسمه التاني وتناقش معاه. بيحاول يصحيه بس ما بيعرفش، وبيديله ضربة خفيفة، ومرة واحدة بيفتح عينه وبيشوف ايده بقت مليانة مرة واحدة، وبنشوف انه رجع لجسمه الاصلي. ولما بيفوق بيقول شكله حلم، وبكده بيقدر يتقبل امره، وبيقول للدرجة دي عقل انسان ممكن يودي صاحبه في داهية. بيجي يوم علشان يشوف هيعمل ايه، بيبص جنبه بيلاقي الجسم الرشيق جنبه، وكل اللي حصل ما كانش حلم، ورجع له شعور الخوف، بالعكس رجع اقوى من الاول. وبيحاول يصحيه، ولما بيجبره يصحى بينام هو، وفضل يعمل كده طول الليل. وبعد كام يوم بيقول بطلنا انه قدر يفهم الوضع ويتأقلم عليه، بس ما بيكونش عارف ازاي اتكون الجسم ده. بس اهم نقطة فهمها وهي انه لما بينام بيصحى في الجسم التاني، والعكس صحيح. ولما بيصحى في الجسم التاني ما بيكونش حاسس بالنعاس او التعب. وبيقول بطلنا انه اكتشف 4 حقائق. اول واحدة وهي ان الجسم النايم ما بيصحاش لوحده، وتاني نقطة لما بيصحى الجسم النايم وهو بينام، وتالت حاجة وهي انه حتى لما الجسم بينام وبيصحى بيحس بالجوع وباقي الاحاسيس، باين ان همه على بطنه. اهم نقطة وهي ان بيكون صحي كده 24 ساعة، وخصوصا لو عرف يبدل بين الاجسام بشكل صحيح مش هيحس بالتعب. وبيجيله سؤال لو مات جسم هل التاني هيموت، بس بيكون جبان جدا على انه يجرب حاجة زي دي. وبعد وقت بيكون خلاص قرب ميعاد مدرسته الجديدة وهو بكرة، وبيكون خايف بس بيفتكر المتنمرين اللي كانوا في مدرسته القديمة. بنشوف تاني يوم في المدرسة وفي واحد اسمه سيول بوم، وشكله وسيم والكل حابب شكله، وعمالين يتناقشوا هو اللي جان جهيون اجمل، وبيعدي حد من قدامهم بيخليهم ينبهروا، حتى سيول بوم بينبهر وكمان هو بيتخض. وكمان بسبب جماله بنلاقي واحدة بتقلبها ماراثون علشان تلحقه من سرعته وتتعرف عليه، وبيكون كل ده على بطلنا، وبيتمنى انه ما يتعرضش للتنمر. بنشوف جوه المدرسة 3 باين عليهم متنمرين، وواحد منهم بيقول انهم في سبتمبر والجو لسه حر، وبينادي واحد بيكاتشو بيقول له المستوى الثالث، وبيكون مشغل واحد عبد عنده بيهوى بالكتاب باقصى سرعته. وطبعا كل العبوديه دي بتختفي لما المدرس بيدخل، ولما بيدخل بيقول لهم في طالب جديد انتقل عندهم، وبيعرفهم ببطلنا، وبيلاحظ ان الكل لاول مره بيبصوا له، وفي اللي بيقولوا انه جميل جدا. والفصل اتقسم نصين كده، نص عندهم سعاده عاليه ونص حاسس بالتهديد ومعروف كل نص فيه. بيقعد بطلنا في كرسي وبيخطط انه لازم الاول يتعرف على كل اللي حواليه، ومش عايز يكرر اللي حصل السنه اللي فاتت. هو بيلف بابتسامه كبيره وبيحس لاول مره ان العالم كله صغير، وبيقول ان دي سخريه القدر اكيد، وده لان اللي جنبه كان نفسه هو جين سونج اللي ضربه في اول يوم في المدينه. وبيقول بطلنا انه اتداس على وشه كده من الاول. وبنشوف وقتها في بنت بتظبط نفسها بسرعه وبتروح تتعرف عليه، واسمها بيكون هان يول، وبيتحرك بطلنا لانه لاول مره بيتجامل من بنت. بنشوف ان جين سونج مش طايق اللي بيحصل، ولما بيشوف حبيبته مي جين مندهشه من بطلنا، وده بيزود كراهيه ليه. بيحكي بطلنا بعدها عن مدرسته، وبيقول انها مدرسه ثانويه مدموجه، وبتكون هدفها انها تخرج طلاب عاملين بدل المدارس التانيه اللي بتركز على الجامعات وبس. وبيتقال ان فيها طلاب كتار مشاهير سواء عارضين ازياء او مغنيين وغيره. بيجي وقت الغدا وبنشوف ان الكل عايز يقعد جنبه، ولما بيقعد جنب حد الكل بينبهر، وبيقولوا انه اخيرا مش هيفضل يروح يجي بالاطباق كتير، وبيقولوا ان اخيرا اتولد فعليا كشخص جديد. بيتضايق المتنمرين منه وبيقولوا له انهم هيتكلموا بعد الغدا، وبيقول بطلنا ان الموقف ده عارفه لانه اتضرب في اماكن زي دي. وبنشوفهم مبان على ملامحهم الجد، ومره واحده بيطلع حد منهم سيجاره لبطلنا ياخدها، والملامح بتتغير وبيكونوا مبهورين بيه هم كمان، بيكونوا عايزين يقربوا منه، وده لانه قدر من اول يوم يوقع بنات كتير. فبيفكر لو قال لهم انه ما بيدخنش هيتهزق، ولقى الحل قال لهم انه بطل. وبشكل جد قال لهم انه ما يعرفش اي بنت، وكان باين عليهم انهم عايزين يضربوه، بس بسبب كده خافوا منه مع انه كيس ملاكمه جاهز. بعد الغدا بطلنا ابو مخ كبير نسي اول نقطه حطيتها وراح نام، فصحي في جسمه التاني، وبيقول لازم يروح ينام دلوقتي بس ما بيعرفش، وبيقول يا ريت لو حد يصحيني، وبتصحيه هاني يقول له وبيشتمها غصب عنه، ورغم كده بتسامحه لانه وسيم. بنشوف بعدها ان بطلنا قدر يلاقي شغل بدوام جزئي وكمان فتره ليليه، فبيحكي لنا انه امبارح وهو راجع شاف الاعلان فدخل بجسمه الانيق يسال عن الشغل، ولما بيشوف صاحب المتجر بيقول يا كنت فين يا لحمه لما كنا جزارين، وده لان شكله هيخليه يجيب زبائن اكتر للمتجر، ووافق عليه بسرعه، وبيقول له يلا نبدا، بس بيوقفوا بطلنا وبيقول له ان الشغل مش ليا ده لواحد صاحبي. وبعدها بشويه وقت بيروح بجسمه التاني، فبيعتذر صاحب المتجر وبيقول له ما بوظفش طلاب ثانوي علشان يصرفوا، بيقول له من الاخر اخلاقك مش بايظه وما تعرفش انواع السجاير. وقبل ما يكمل جملته بيشوف بطلنا هو بيقول له كل انواع السجاير اللي موجوده، بيقتنع وبيشغله بس بفلوس اقل، وبيقول له بقى اجيب صاحبك معاك بعد كده. بيقول بطلنا ان يومه بقى اطول ومصاريفه اكتر بسبب الجسمين، وانه بيبدل ما بينهم عند الساعه 8. وبيسال نفسه هو الجسم الجديد هيختفي في يومه وليه ده بيحصل ليه، وده لانه بيعيش افضل حلم الصبح وبيرجع للواقع بالليل. وهو بيشتغل بيدخلوا عليه الثلاثه المتنمرين اللي في مدرسته وبيطلبوا سجاير، وبيقول
فبيقول لهم وريني بطايقكم، بس بيكونوا سرقوها لان صاحبها من مواليد 84. فبيقول له بطلنا ان دي مش بتاعته، وبيدخل عليهم جين سونج وبيقول له ما تصعبهاش، لو ما نفعتش هنشوف محل تاني. بس لما بيشوف بطلنا بيقول ده احنا كمان هنجيب كحول كده، وبيدخل وبيقول له ان يا عيني لسه متاثر من اللي حصل، ولو اديتني دول ببلاش هعتبر ده اعتذار وتعويض كافي. وبنعرف من المتنمرين ان مزاجه لسه وحش وبيتريقوا، وبيقولوا ان حبيبته كانت بتشوف الطالب الجديد. بسبب كلامهم بيبدا غضبه يزيد، وبيقول له بطلنا للاسف ما يقدرش يديله الحاجه ببلاش. وبنشوف ان خرج كل غضب عليه واتضرب تاني وبيهنوه وبيذلوه. بيخلص كابوس الليلي وبيجي الصبح بيبدل الجسم وبيحس بانتعاش، وبيكون مبهور من منظوره للعالم بالجسم ده. ولما بيروح المدرسه كالعاده الكل بيكون مبهور بيه. بيوصل للفصل وبيشوف ان جين سونج بيكلم صاحبه عن اللي حصل امبارح، ولما بيسمع الكلام ده بيتعصب. بس في الاخر الفقر بيفضل فقر حتى ولو غاب الكت. وبنشوف بعدها ان اصحاب جين سونج بيمدحوه وان عنده قوه جسديه عاليه لدرجه ان لكماته سريعه جدا ومحدش يقدر يشوفها، وبيتباهى بكده قدام حبيبته وبطلنا. بس مي جين ما بتكونش بتحب كده، وده لانه متهور وضرب واحد في الشارع من فتره ووزعه على بطلنا. بيكون في بنت قاعده جنب ميت جين بتقول لها يبقى اللي سمعت عنه كان صح، وانه طلع كلام انه كان مقاتل في الملاكمه وصاعد في المدرسه الاعداديه. مش بيسكت جين سونج ابدا، وبيبدا يقول اسماء لكمات ويستعرض نفسه اكتر. وبيقول بطلنا ما بين كل الناس هو اللي قاعد جنبه، وهم قاعدين يتريقوا على هانيول وانها بتستغل الفرص كلها. بيغيروا موضوعهم لبطلنا وامه، وانها لو جت هيعملوا نفس اللي حصل مع بطلنا. فمره واحده بيتعصب وبيقول لهم لو عايزين تهينوا حد يهينوني وما تهينيش الامهات تاني. وبيكون جين سونج معتبر ان دي القشره التي قسمت ظهر البعير، وبينفجر فيه وبيخبط الطاوله بتاعته بتترمي بعيد، وبيقوم ياخده علشان يقاتله. بنشوف ان قبل ما يعمل حاجه الولد الهادي المعروف باسم جاي يول بيمسك معصمه من غير ما يتكلم، وبيلاحظ ان قبضته قويه بس بتكون مي جين بتراقبه. فبيستغل الموقف وبيفلت بايده وبيضرب ضربته رغم كل حاجه. بيقول بطلنا انه اتضرب من كل النواحي وكتير جدا، بس المره دي مختلفه لان اول مره يشوف الضربه بطيئه، ولاول مره قدر يتفاداها بسهوله. والكل بيصرخ على اللي حصل، وفعلا بيكون مبهور لان جسمه اتحرك بالشكل اللي هو عايزه. بنشوف بعدها فلاش باك بسيط لجين سونج، وهو كان المعروف بالاسرع، وحتى في المدرسه المتوسطه كانت لكماته سريعه جدا، وبيستغربوا ان كل ده من طفل في سنه. وحتى لما دخل المدرسه الثانويه كان معروف، ولما بيحاول اي متنمر يضايقه ما كانش بيسكت له. بس اللحظه دي غيرت كل حاجه، وبنرجع لوقت القتال، وبيفضل بطلنا يتفادى الضربات كلها وبينصدم جين سونج، وده لانه قادر يشوف حركاته كمان. وبيقولوا انه يعمل ضربه مخادعه علشان مي جين بتراقبه، وبتكون اللحظه باين انها نفعت، وده لان بطلنا مش هيعرف يهرب منها بس بيمسكها بايده بشكل غريزي. بينبهر جين سونج، وده لانه كان بيتتبع حركاته بعينه. وبيقولوا انه مش بس دخل قتال كام مره، لا ده مقاتل بجد. وقت ما بطلنا بيدافع بيشوف الثلاثه المتنمرين، وبيفتكر شعور الغضب بتاعه كان ايه سببه، وبيتجنب الضربات وهو بيفتكر في الماضي لحد ما بتيجي فرصته، وبيضرب جين سونج بلاكمه واحده في بطنه خلته يقع، والكل ما بيصدقش قوته. بينبهر بطلنا لان اول مره يتخذ ردود الافعال دي من الناس، وبيحاول جين سونج يلحق كرامته، بيقول هيفتكر وش كل واحد بيضحك. بيخلص القتال وبنشوف جاي يول في الحمام بيسمع الثلاثه المتنمرين بيتكلموا عن بطلنا وانهم عايزين يضربوه سوا، بس هم جبناء. بسبب اللي حصل بيبدا بطلنا يتعرف في كل الاقسام، وبنشوف واحد اسمه جين هو بن من قسم الموسيقى بيتكلم وبيقول ان المكان كان مليان، وبيسال لو كان بطلنا وسيم فعلا. فبيكون قاعد مع حد بيقول له مش هعرف الا لو شلت النضاره، وبيكون الشخص اللي قاعد معاه اسمه جانج هيون من قسم التجميل. ومش كده بس كمان لي يون تاي بيسأل عنه، وبيقول ان ولا حاجه زي جانج هيون. وبيكون لي يون من قسم الهندسه المعماريه ودي للذكور بس. بيدخل بطلنا الحمام بسرعه وبيشوف جاي يول خارج منه، وبيستغرب بس بيعرف هدوء الزياده ده لانه ضرب الثلاثه المتنمرين اللي كانوا بيحضروا كمين، وبيكون عدى منه بخير. بيرجع بطلنا لبيته وبيبدل اجسامه وبيقول لجسمه الرشيق ينام كويس، وده لان يومه كان عباره عن تحقيق لواحد من احلامه، وده لانه اخيرا ضرب اول لكمه ليه والكل بيهتف باسمه. وبيقول يا ترى لو كان هيحصل نفس الحرب بجسمه الاصلي، وبيكون بيفكر بقوه. بيقول بما انه وقته محدود بجسمه ده بس هيحاول يخسر شويه وزن، وبيقول ان الناس بيدوا له انطباع بسبب نظرته ملولة عنه. وبتدخل عليه بنت وهو بيتمرن، وبتكون اول واحده ما يجيلهاش اشمئزاز منه، وبتقول له انها بتتمرن كتير فعلشان كده بصت له وافتكرت نفسها لما شافته. بنشوف الشله المتنمره ومعاهم واحده بتقول لهم لو ما جبتوش العبد بتاعكم معايا مش هكمل، وقصدهم على جي هو. وبيرنوا عليه يصحوه وهو نايم، وبيجي فبيقول له واحد منهم من السلحفاه اسرع منك، حتى بص بطاريه تليفوني خلصت اهي.
روح دلوقتي سرق لي شاحن ولا حاجه. وبيكون ده علشان هو عارف سرهم، فلازم يشيلوا سر انه بيسرق مثلا او في حاجه غلط عملها علشان يتحكموا بيه اكتر واكتر. وبما ان مفيش سر او حاجه عملها سيئه هيصنعوا واحده. بيروحوا المتجر اللي قالوا عليه وبيكون متجر بطلنا، وبيلاقي انه زي ما وصفوا له انه واحد ضعيف وقصدهم على بطلنا. بيقول كمان انه شكله واقف قدام مرايه. بيسرقوا فعلا وبيجي يجري بس حظه وحش جدا وبيقع على الارض. وبيروح لبطلنا يكلمه، وبنشوف ان المتنمرين وصلوا المتجر، فبيقولوا لازم اننا نقفل بقه هو كمان. وبتيجي فكره ليهم وهي قتال ما بينهم هما الاثنين. بيرفضوا الاثنين القتال، بس بيقولها للعبد اللي معاهم انه لو فاز هيخرج من العبوديه دي، وبيكون ده اول امل بيشوفه. وبينزل عليه بكل ايده الاثنين، وبيقول بطلنا انه فاهم احساسه ده وان هيسيبه يضربه بس لانه كده كده اتعود على الضرب اصلا. ومره واحده بنشوف شخص بيجي يوقفهم، وبيطلع ان ده لي يون تاي. ومره واحده بيمسك حد من المتنمرين وبيقول له انتم اشرار، وبيعرض كل قوته عليه علشان يخافوا، وبيهددهم. وبيكونوا الاثنين هيهربوا اخيرا من العذاب ده. بينصحهم لي يون تاي يمارسوا رياضه او اي حاجه تقويهم. وبنشوف جي هو بيشكره وبيكون مع بطلنا في قسم الموضه، وبيقول لي يون تاي انهم يوصلوا رساله للطالب الجديد، وهو انه ما يبقاش مغرور بنفسه مش اكتر. وبيكون بيبكي لسبب مجهول. بنشوف تاني يوم الجي هو بيجيب 4 اطباق وبيحطها في ترابيزات ما نعرفش لمين، وبيجي بطلنا يقرب منه وبيطلب منه ياكل معاه، وهو بيكون بيتعرف عليه. بيدخل عليهم المتنمرين ومعاهم جين سونج. هو مش كده وبس، كمان في 3 من قسم الرأس بيدخلوا وبيكونوا شافوا بطلنا، وبيتغرق ايدهم جين هو وبيقول انه اوسم منه اكيد. وبيكلموا جين سونج وبيقول له انا خسرت قدامه، ايوه بس مش هخسر قدامك اكيد. ومره واحده بيوجه جين سونج لكمته وبيوقفها، وبيخاف جين هو وبيقول انه كان ممكن يقتله فيها، بس للاسف الحركه الاولى كانت ليا. بيفهم جين سونج اسلوب قتاله، وبيقول انه من النوع الطارح، ولو ما كانش سريع شويه بس كان هيكون في اعداد الموتى. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ليون اللي انقذ بطلنا ليله امبارح في جسمه الثاني، فبيشوف ليون وبيشوف معاه جي هو، وبطلنا ساعده وبيفتكر انه كده بيستعبده بسبب قوته وجماله. فبيقول ان كان عنده حق، كل الناس اللي وسيمه مش اكتر من كوم زباله. بيروح يكلمه وبيقول له بسبب قوتك وشكلك شايف انك تقدر تسيطر بسهوله، بس رغم كل ده ما تقدرش تكلمني بشكل وحش كده. وبيكون ماسكه من كتفه وبيدوس عليه، والطلاب بينبهروا وبيقولوا بيفعل عليه قبضه هرقل، وبسبب انه بيعملها كلها وقته هيقع على رجلين الاثنين. بيقول ليون لبطلنا انه قوي فعلا، لو حد غيره كان وقع خلاص. وبيكون بطلنا عايز يوضح سوء التفاهم اللي حصل، وبيعتذر وبيشيل ايده وبيقول له انا افتكرتك حد تاني مش اكتر، واسف اني خليتك تغضب في العموم. الكل بيتجاهل الاعتذار، وبيلاحظوا ان شال ايد ليون من عليه بكل سهوله، ومش بس كده كمان بايد واحده. وبيحطم منه لقب هرقل، وبيتعصب ليون وبيقول انا سمعت انه اسرع من جين سونج، بس هو قوي فعلا للدرجه دي. بيبتسم بطلنا وبيقول ده شكله لسه متعصب ومش عارف يعمل ايه. وبيقولوا الاثنين اللي معاه ان ليون لو كسب ده عادي، لكن لو خسر هتبقى حياتهم جحيم. وبنعرف ان اسم عصابتهم هي المفاصل الملتهبه. بيقرر ليون يقتله دلوقتي، بس بيدخل حد من فريقه اسمه بارك بوم جاي، وبيقول يا دي بتحصل دايما لينا كمان، كنا فاكرينك حد تاني فعلا. وبنشوف ان اللي من قسم الراس كانوا مستنين القتال ده، وبوظ متعتهم بوم جاي. وبيهدي الامور وبيقول لبطلنا كمل اكلك عادي. بيعجب بطلنا بليون، وبتبدا احلام اليكزه بتاعته في انه يكون صاحبه. وقبل ما ليون يمشي بيكلم الولد الضعيف وبيقول له ما تبقاش عبد لحد تاني وخليك واثق في نفسك. الاتنين من كلامه دماغهم بيولع وما بيكونوش فاهمين قصده ايه ولا عايز ايه. بيشوف ان جانج يوم ما كانش منتبه ليه، ولما بياخد باله منه بيقولوا انه مثير للاهتمام وعاوز يطلب منه يكون الموديل بتاعه. الثلاثه المتنمرين لما بيشوفوا قوته دي بيقرروا ما يبقوش ضد بطلنا، وعلشان يحسنوا علاقتهم بيقولوا احنا هنخليها تصالح هو وجين سونج. هو بنشوفهم بعدها بيروحوا فعلا وبيطلبوا منه انه يتجمع مع جين سونج في مكان صغير ويتصالحوا. المهم ان علاقتك بصاحبك تتحسن وتتطور، وبتعجبه الفكره، وده لانها كانت واحده من احلامه وهو انه يعمل تجمع للصحاب وبس، وده لان اغلب الوقت ما يكونش وحيد. وبيكون راح بعيد لعالم احلامه، وبيفرحوا الثلاثه المتنمرين، وبيفرح كمان لانه عنده اجازه من الشغل اليوم، وده بيساعده يفضل ساعات زياده. طبعا اللي ودانها خرمت الحيطه وبتدخل في كل تفاصيل حياه بطلنا هي الهاني يوم. وبنشوف بالليل في نفس اليوم بيوصل بطلنا المكان، وبيلاحظ ان المكان ضلمه وباين الوساخه اللي فيه، وبيلاقي المكان وبيكون راسم احلام كبيره جدا. واول لما بيدخل كلها بتطير مع دخان زي الدخان اللي هما بيشربوه ده، وبيتصدم جين سونج اللي ما كانش متوقع ان ده هيحصل، وبتكون دي صدمه حضاريه بالنسبه لبطلنا، ما بيكونش فاهم يعمل ايه. بيعزموا عليه كوبايه يشربها وكانوا مستنيينه، وبيعترض وبتبدا حفله السخريه قدامه. جين سونج بيشرب باسرع طريقه عنده، وبيحس بطلنا انه خلاص كده فسد. بيسالوه هو عايش فين كده، فبيقول لهم ان عنده مكان لوحده وبيعجبهم جدا،
ولما بيسمع كده جين سونج بيتضايق اكتر، فبيقول ده وصل لمستوى مش هنعرف نوصل له. طبعا بما انه لوحده عايزين يستغلوه، بس بيقول لهم ان عايش مع واحد صاحبه وبيقول لهم ما عندوش مدرسه وشغال في الليل وبينام بالنهار، وحتى وجود شخص معاه بيضايق جين سونج، ونايس يتضايق انه بيتنفس كمان. بيكون بطلنا جه بلبس جسمه التاني وبيستغربوا من ده، فبيقول لهم انه ضخم شويتين، ويا دوبك قفل الجمله على كده. تخيلوا هم ان راجل عصابات عملاق، بتيجي واحده تزعلهم وتقول لهم ما يرفعوش صوتهم علشان ما تبلغش عليهم، وبتكون دي صاحبه المكان. ولما بيشوفها بطلنا بيقول يا رب ترضينا لاننا تحت السن القانوني. واول لما بترفع عينيها وتشوف بطلنا بتنبهر وبتقول انا جوزي ميت من 10 سنين ومحتاج اشوف ليا واد حلو كده. شكل الهديه دي بعتها لي جوزي من السما، وبتعرض عليه ياكل براحته ويعمل كل اللي هو عاوزه، وبتبدا تحصل منافسه نص كم بينها وبين هانيول، بس بيحس بنيتهم وكأن في نمر وتنين بيتقاتلوا، وهو حته اللحمه اللي هيموتوا بعض عليها. بيكون جي سونج شرب لحد ما سكر وبيقع على الترابيزه، وبيحاول بطلنا يفوقه وبيتغير جين سونج مره واحده، وبنلاقيه بيقول انه بيغير ووسيم جدا، تعال نكون صحاب ولازم نعوض اللي فاتنا. وبتدي هانيول كوبايه بطلنا يشرب منها ميه، ما نعرفش ازاي ما حسش بالريحه خالص ولا طعم، وبيكون شربها وبتكون دي كذبه عليه علشان يشرب خمر، وبيحس بتأنيب ضمير. وعلى الترابيزه الثانيه بنشوف مجموعه من الناس بتشرب وبتقول ملعون كده حرك جسمنا شويه ونضرب العيال اللي قريبين مننا دول، يا دوبك زي درس تأديبي ليهم، ما احنا زي ابائهم برضو. وفعلا الهدوء بيسيطر على المكان مره واحده، وبيحصل شد في الكلام بين البنت وهانيول. بيحاول بطلنا يتصرف بس مره واحده بيحس بالدور، وبيقول شكله مفعول اللي شربه اشتغل، وبدا يسمل وما كانش وقتها لان واحد منهم بيقوم علشان يبدا قتال بينهم، وبيقولوا الاطفال عادي نقاتلهم، ما احنا معانا جين سونج. بس لما بيشوفوه بيكون سمل جدا، ووقتها بنشوف بطلنا بيغضب وبيحس بالدوار، وبيقول على الاقل هيونج اللي هو بطلنا يقتل واحد والباقي يمسك في التاني. وبنشوف ان بطلنا بيكلم اللي هيبدا القتال وبيكون عارف ان هو القائد، وبيقول لنا بطلنا انه مش خايف منه خالص، وكمان الكلمات اللي خرجت منه لوحدها وما بيتحكمش بمشاعره. ومره واحده كلامه بقى قاسي، وبيكون ماسك تليفونه بيكسره، وده اللي خلى كل الناس تضحك، وبيقولوا شكله جايب تليفون بلاستيك يهددنا بيه، وبيقولوا انه مش هيعمل حاجه هيروح ويعتذر بس طبعا تعبيره واسلوبه مسك كلامه ده ورماه في الزباله. وبنشوف انه قرب جدا من الشخص اللي عايز يتعارك، وبيتوتر الراجل من كده، وبيحاول صاحبنا يعتذر ليه عن طريق يشربوا حاجه سوا، بس الازازه بتفلت وبتتكسر، وباين انه عايز يعمل منه شاورما. طبعا بيجي يعتذر بس بنحس انه هيموت ويقطعوا حتت، والرجاله بتلاحظ انه خطير جدا وبيعتذر تاني، وده بيعصبهم انه بيقول حاجه وبيعمل عكسها تماما، وبيتعصب اضخم واحد فيهم وبيقول له انا اللي كنت منايم ثانويه كيان من المغرب، فلازم تاخد بالك وانت بتتعامل معايا. وبيعرفوا انه لسه في السنه الاولى من الثانويه، وبيعرفوا انه من المدرسه، فبيحذر واحد كيدهم وبيقول لهم بلاش لان دول بيخرجوا مجانين، بس ما بيكونش همه حاجه، لكن بتكون مشكلته مع بطلنا لو اتعامل معاه هيبقى الوضع صعب. وبيقول له خلاص هنسيبكم تروحوا بسبب انك اعتذرت، وبيكون قصده على بطلنا، وبيشكروا كل اصحابه اللي معاه وانهم كانوا مرعوبين منه جدا، بس للاسف صاحبنا كان سامله ونسي كل حاجه حصلت وقتها. بنشوف في نفس الوقت مجموعه الرجال قاعدين عند رصيف شارع هادي، وبيفتكروا المعلومات اللي خدوها منهم، وبيقولوا خلاص يروحوا لحالهم عادي كده احنا زباين اساسيين للمحل. وهما بيتكلموا سوا بنشوف حد قاطعهم وبيسال لو كانوا طلاب اكبر، لما بيتاكد منهم بيديهم تحيه خاصه بمدرسه كينو، وبيكون الرجال ده واحد اسمه جو يونج، وبيسالوا الراجل لو عنده حد صاحبه من مدرسه جويين واللي فيها بطلنا، وبنعرف ان صاحبه ده من السنه الثالثه، فبيكون عايز يقابله علشان يقول له على طالب معين ضايقه. بنرجع لعند بطلنا هما بيحكوا له اللي حصل، طبعا بيزودوا تفاصيل كتير من عندهم، وبيسال نفسه ليه هما بيحسوا بالفخر لما بيقتلوا حد، وليه اصلا كل وقتهم ضايع بالشكل ده، واهم حاجه ليه هما بيستغلوا الناس دي بالسهوله دي، لكن طبعا مش هيلاقي اجابه ليهم. ومره واحده بيغضب وبيقول لواحد منهم يبعد ايده عنه وانهم ما يستغلوش تاني، ولاول مره بتخرج كل الكلمات اللي كان شايلها جواه من زمان، هما طبعا مخهم مش موجود وما بيفهموش الكلام ده. وبيحس بطلنا بالعطش، ولما بيجي يشرب ميه بيكرر نفس ذكائه المعتاد وبتطلع مشروب كحولي، والمره دي بيحس بالنعاس وبيكون عايز ينام، وللاسف بيصحى في جسمه التاني، وبيقول انه لازم يحاول ينام مع انه نام يوم كامل بس هيحاول. فعلا بيروح في النوم وبيحلم لاول مره من زمن طويل، ولما بيصحى بيلاقي ان هو لسه بجسمه المليان، وان اللي عدى من الوقت وهو نايم ساعه، وبيقلق جدا لان كده كل مخاوفه اتحققت وان جسمه التاني كده فقده. بيجري باقصى سرعه عليه وبيشوف جسمه النايم بسبب تاثير الكحول، فبيرتاح لان كده ما فقدهوش، وبيستوعب ان دخل عليهم المكان وهم ما يعرفوش، وده خلى الكل يشوفه وينتبه ليه. لما بيشوفوه بيشبهوا عليه بس بيفتكروه انه الراجل اللي شغال في المطبخ، وسط ما هم بيصحوا الجسم النايم لبطلنا بيتريقوا على الجسم التاني وبيقولوا له شكله بيدور على اكل. بيقول بطلنا ان نظراتهم اللطيفه ناحيته من شويه اتحولت وبقت زي الضباع اللي ما هتصدق تفترسه، وبيقولوا شكلك جيت لانك حبيت الاذى ليك من تاني. وحتى صاحبه المكان بتساله عن بطاقه هويته ولو مش معاه فيمشي حالا، وبيستغرب بطلنا انه ما انتقلش لجسمه، وبيقول الدرجه ده انا شربته وبقيت سمل جدا، وبيقول ما عندوش حاجه غير انه يستنى بس هيعمل ايه علشان يقنعوه ان
ان ياخده للبيت. وبنشوف جين سونج وهو سامله بيعامله اكنه صاحبه اللي ما شافوش من سنين، وبيقول لهم لو حد قربه هوريه النجوم حالا، بس ما بيكونش واعي ان هو اللي ضربه اصلا. وبيقول بطلنا لو ما كانش سامل ما كانش وشه سلم من الضرب. وبيقول لهم ان جه علشان ياخد هيونج سوك ويقصد بيه جسمه التاني وعلشان يقتنع وبيقول لهم انه صاحبه، بس على مين دول المحققين؟ وبيستغربوا من كلامه وبيكذبوه. وبيضطر يقول لهم في الاخر ان الشخص اللي عايش معاه طلب منه يجيبه، وبيكونوا كده اتاكدوا ان اللي عايش معاه راجل عصابات فعلا مش شخص زيه اخر ويكون عبد عندهم. وبسبب كده معاملتهم بتتغير تاني بسبب مكانته وانه تابع لحد. وبيقول له جين سيونج عندي هديه حلوه بمناسبه صداقتنا، وبياخدهم لمركز الالعاب وبيكون بس علشان يستعرض قوته وبيوريه ازاي يضرب وسادة الملاكمه هناك علشان يجيب رقم عالي. وبيقول نصيحه قبل ما تتضرب من حد اضرب انت الاول الا في حالات خاصه. وبيبص على جسم بطلنا التاني وبيقول لو تقدر تفاداها هتخليها ملهاش لازمه كده. بيروحوا كلهم وبيتبقى بطلنا وبيروح يجرب اللكمه المستقيمه بس ما بيضربهاش صح اصلا، وبياخد الجسم التاني وبيمشي. وبيكون شافه ليه يون وبيبان عليه الغضب ومعاه اعضاء فريقه، وبيروح يضرب هو وبيجيب نتيجه اعلى من نتيجه جين سونج. وبيلاحظ ان الوساده دي اتقطعت وبيقول مع انه ما صابهاش بس اتقطعت منه، وباين انه بدا يدي البطلنا في جسمه المليان احترام. وبعد 4 ساعات من اللي حصل بيكون تاثير الكحول راح اخيرا وبيقدر يصحي جسمه التاني. وبيضيف معلومه جديده وهي ان جسمه لو تحت تاثير الكحول مش هيصحى ابدا لحد لما يرجع لوعيه. بنشوف في يوم جديد جين سونج واقف قدام المدرسه وجاهز وبيقول ان معاه موعد مع مي جين. وقبلها بكام ساعه بنشوف ان مي جين بتتكلم مع واحده انها تروح للمكتبه، فبيجي جين سونج يقاطعهم وبيقول لها يروح معاها ولو مش عايزه مش هاجي. وبترد بكل سرعه وانها مش عايزه، وبتكون ما بتحبش انه بيتعارك كل يوم وخصوصا باليد، وبيكون وعدها ما يتعاركش علشانها وهيكون كده اصعب يوم في حياته. بنشوف انه مبسوط حتى والمكان مش مريح وبيكون عطوف جدا معاه وبيحس براحه من المكان وبيتمنى ان الوقت يبقى افضل وبيكون حاسس انه سعيد معاها. بنشوف بعدها الزعيم اللي كان هيتعارك مع بطلنا موجود في المكتبه ومع البنت اللي اتخانقت مع هان يول واللي بالمناسبه اسمها يوبون، وبيكون عايز يخرج معاها مش اكتر، وهي راحت علشان تذاكر الاختبار الكفاءه. وبيستغرب من ده لانها الاولى على فصلها مع ان شكلها زي عضو في عصابه. وبالصدفه يوبين بتشوف جين سونج اللي كان في المطعم وبتفتكره وبيكون فاكرين انه تابع، وده لانه كان سامله وقتها ومن تعبيرهم شكل وعد جين سونج هيفشل. بيلاحظ جين سونج ان في ناس جايه سوا وكل اتنين جايين لهدف مختلف بس في الاخر بيخرجوا منها وبيكونوا مبسوطين. وبيطلب جين سونج انه يخرج شويه وبيكون ده علشان يدخن. ولما بيطلع بتيجي واحده تساله عن الطريق وبيدلها بس بتكون سيجارته خلصت للاسف. وبنشوف رئيس العصابه واقف قدام جين سونج وجايب باقي فريقه بيقولوا له انت مجرد تابع مش عايزينك، كلم صحابك نتصرف معاهم. بيتغير بينا المشهد لشارع بنشوف ان ام بطلنا جايه العنوان اللي عايش فيه وعايزه تطمن عليه. وقتها المفروض ان في المدرسه بس جسمه الضخم نايم والتاني في المدرسه وهي ما تعرفش حاجه عن حوار الاجسام ده. بنروح لعند جين سونج وبيقول شكلهم عايزين يتعاركوا بس قبل ما يعمل بيفتكر انه وعد مي جين مش هيتعارك وده علشان توافق تنزل، وبيقول لهم خلاص هسيبكم المره دي بس بسبب انهم خدوا انطباعهم عنه في المطعم بيضحكوا. ما بيكونش حصل حاجه وبينزل جين سونج يشتري حاجه ليه والمي جين بس هما بيكونوا حطوا هدف وبيضايقوه وده اللي بيخليه يتضايق اكتر بس بيمسك نفسه بس بياخد مي جين لحته تانيه. وبيكون قاعد وهم بيضايقوه بيفتكر ان كل اللي بيحصل له هو كان بيعمله لغيره وبيحس بنفس المعاناه والشعور السيء بس طبعا بياخد بعضه وبيبعد عنهم. وبتكون ملاحظه مي جين الحوار ده وبيجي واحد منهم يتجاوز حدوده فما بيقدرش جين سونج يمسك نفسه وبسرعه الصاروخ بيفرغ كل غضبه عليه وبتكون لكمه واحده كفايه تطير اسنان منه. وبسبب انه بدا الضرب الناس اللي في المكتبه بتعرفه وبتقول انه افضل ملاكم وبينزل فيهم ضرب وهو بيقول لهم بوصل اليوم. بنرجع لعند بطلنا بتكون امه وصلت وشافته نايم ووقت ما المدرسه بتخلص وبيرجع بجسمه التاني وبيستغرب ان في حد بيزوره وبيدخل ينادي عليها بس بينسى انه بجسمه التاني وبيحس ان في مصيبه هتحصل فبيعدل كلامه وبيقول لها سمعت عنك كتير. بعدها بنشوف انه قال لها انهم قاعدين سوا علشان يوفروا فلوس وان ابنها بينام قبل ما يروح شغله وده علشان يعرف يزود مصاريفه. وبتقبل الكلام وبتقول ان بقى ناضج وبتبدا تقول له انها عايزه ابنها يصحى علشان تكلمه. بنشوف بعدها بطلنا هو واخد امه المطعم وبتستغرب من كل الكلام اللي عليه لما بيدخل ولما بتشوف الاسعار بتتصدم وبتخاف تحمله فوق طاقته وبتطلب تشرب ميه هي بس طبعا ما ينفعش على اخلاق ابنها وبيعزمها وبيلاحظ لاول مره انها كانت بتفكر فيه قبل نفسها دايما. بنشوف النادي اللي هو بيقول لعصابه المفاصل الملتهبه ان بطلنا وصل عندهم بس ما يعملوش حاجه لان معاها ام حد من اصحابه. بيقعد بطلنا يسمع حكاوي امه عنه وبتكون اول مره يسمعها تتكلم عنه كده بالعكس اول مره يكون بمنظور مستمع وبيقولوا ان ليه ما عملش حاجه زي دي قبل كده وده لانه ما كانش قريب لامه خالص. وبيجي يحاسب بطلنا فبتطلب الام انها تاخد الصناديق اللي كلوا فيها وده لانها بتبيعها
وبنعرف ان بطلنا بيكون خجول منها بسبب تصرفها ده، وبتطلع فلوس تديها لبطلنا وبتقول له اتمنى تفضل صاحب ابنها. وبيلاحظ بطلنا تفاصيل لاول مره في حياتها زي ان الكم بتاع هدومها متقطع، ما بتشوفش ابنها وبتمشي بس مبسوطه جدا، وده لان هي متاكده ان حياته مختلفه، فبتقول له انها هتيجي في عيد ميلاده. بنشوف بعدها لي يون وهو بيكلمه وبيقول له انه شاف كل حاجه والمره دي مش هيهرب من القتال. بيروح معاه البيت بيتبني وما بيكونش بطلنا فاهم حاجه، وبيقول لي يون انه هيخلص كل حاجه النهارده. وبنشوف فلاش باك لما بطلنا كان مع امه وبيكون لي يون بيحل الموقف، بس طبعا بيستخدم مخه في المكان الغلط، وبيقول انه خلى الاثنين يتقاتلوا وبعد كده خلاه يشيله وبيكذب عليها، والاسوأ انه خد منها فلوس. بنرجع لوقتنا الحالي وبيحاول بطلنا يفهمه ويفسر الوضع بس ما بيكونش فيه وقت، وبنلاقي لكمه سريعه من لي يون كانت هتطيره لولا ان بطلنا تفاداها، وبيقول زي ما سمعت عنه انه مش عادي فعلا وكمان قادر يحس بقوته وده مش هيخليني اكون خفيف معاه. وبيحاول لي يون يحلل موقفه وجسمه بس بطلنا بيكون عايز يفهمه سوء التفاهم اللي حصل بس مش مديله فرصه، وبيقول له هو بيضربه ما تخلقش اعذار، وبيتجنب بطلنا كل الضربات بس بيقولوا انها عامله زي المطرقه. بيقول لي يون ان جسمه باين انه مقاتل حقيقي بس بيتجنب ضرباته كانه مبتدئ، شكله لازم اكون جد اكتر عن الاول. وبنشوف فعلا قدر يوصل لتحت عينه والضربه سابت اثر عليه، وكان خلاص لو قربت اكتر كانت هتطير عينه. بيزعق في بطلنا بيقول له ليه بتقاتلني، هو انا دوست لك على طرف؟ فبيستغرب لي يون من اسلوبه ده، هو بيقول شكله ما بيهزرش ولا بيكذب، فبيقول له رجع لي الفلوس اللي خدتها، وانه هيرجع له الفلوس اللي خدها من الواد اللي في المتجر ويوصف بيه جسمه تاني. وبيفهم برضه بطلنا بمخه الكبير ان لي يون فاسد هو كمان، وبيرفض يديله الفلوس وبيستعد، وبيكون بيفتكر الحركه اللي عملها لجين سونج. بيحلل لي يون الاسلوب وبيقول انه ملاكم وكمان من طوله بيستغل انه يخلق مسافه ويهاجم بسرعه، ولما بيهاجم بيشوف لكمه لي يون جايه له برضه، وبيقول لي يون ان لكمته هتيجي الاول فيه وما بنشوفش حصل ايه. بعدها بوقت قليل بنشوف باقي فريق اعضاء المفاصل الملتهبه بيوصلوا، وبتكون هنا الصدمه ان قائدهم لي يون بيكون مغمى عليه في الارض. وبنشوف في بيت بطلنا انه عرف يروح بخير وبيكون سعيد لانه ما حصلوش حاجه، وبيكون بدل علشان شفت بالليل بتاع الشغل، وبيقول كويس ان المال ما اتسرقش، وبيكون مش مستوعب حصل ايه، وبيقول ان جسمه وقتها اتحرك بكل خفه. وبنشوف وقتها ايه اللي حصل، ولما كان لي يون قرب يضربه بيكون بطلنا تجنب الضربه بالكامل بشكل عبقري وكمان ضربه عن طريق كوعه. بيقول لي يون وهو بيقع انه عارف حتى الملاكمه التايلانديه، وبيقول ما طلعش زي ما انا توقعته وفي الاخر ما قدرتش على اللي زيه. بنشوف جزء من حياه جين سونج وبيقولوا انه كان طول عمره شخص عادي، ده حتى ما خدش فرصه يكون شخصيته، وكل اللي كان عليه شخصيه ضعيفه بادوات ضعيفه. والصدفه امه بتكون جابت له احذيه عمه القديمه وبيروح بيها المدرسه وهو في نص هدومه، بس عكس المتوقع بتعجب الطلاب، تكون دي ولاده حقبه جديده في حياه جين سونج. وبعد وقت طور من احذيته لحد ما ارتقى وبدا ياخد ادوات فاخره، هو بيكون جاب كل الادوات دي بسبب انه خد كل فلوسه وصرفها عليه، وبقى شايف كل الناس شخصيات مهمشه في لعبه حياته، ومن كتر ثقته بقى بيخلي الكل ما يلبسش زيه خالص علشان ما حدش يوصل له. وبيبص جنبه بالصدفه بيلاحظ هونج جاي يول وهو في مستوى تاني، وبيقول ما خدتش بالي علشان كان هادي دايما، وبسببه لاحظوه كده. ومش كده وبس، الاولاد الاغنياء كمان بيلاحظوه وبيبداوا تنمر عليه بسبب الطبقات اللي بينهم، لكن عكس كل ده اللي خطف انظارهم كان بطلنا، وده لانه قفل اللعبه كلها. بس بيقول واحد من الاغنياء مش غريب يعني، معاه شنطه قديمه بيجي بيها كل يوم واحذيته نفس الكلام، وبيقولوا من كده ان شكله فقير ومحدش بيكون مصدق. وعلى الناحيه الثانيه في قسم العماره بنشوف فريق المفاصل الملتهبه وهما متجمعين، بس قائدهم ليه يوم ما حضرش واحنا عارفين ليه، وبيكونوا فاكرين انه خلاص اتحطم واتدمر الاشلاء ونفسيته راحت وهيسيب المدينه، بس الوضع ابسط من كده يا شباب، تليفونه اتكسر وراح يصلحه، وبسبب كده بتتصدم مساعده بوم جاي، بس علشان سمعه قائدهم بيكبر بوم جاي الموضوع وبيقول ان شكل اللي عمل كده ما نشرش الكلام وبان ان عنده خطه محكمه، ولحد دلوقتي استنى اوامري، وطبعا بيتضايقوا انه بيتصرف زي القائد وقائدهم الحقيقي غايب. بيخلص اليوم الدراسي وبنشوف ان بطلنا مروح وبياخد باله ان عيد ميلاده بكره، وبيمشي عادي زي اي طالب تاني، بس في المدرسه دي ما فيهاش حاجه فيها عادي، وبنشوف الشله الغنيه بيتضايقوا منه وبيتنمروا عليه، يعني بجسمك ده مش عاجب ولا التاني عاجب. بنشوف عصابه المفاصل الملتهبه وهي متجمعه وبيكونوا عايزين يتحركوا وبيستهدفوا بطلنا، وده لان كان باين المشاحنات بينهم، بس بيقولوا ان بوم جاي اداهم امر ما يعملوش حاجه، لكن طبعا ده مش قائدهم فمش لازم يسمعوا كلامه، وبيقرروا يستهدفوه وهو راجع، وبيكون جاي يول قاعد قريب وبيسمع الكلام ده. بنشوف بطلنا راجع وبيقول ان عيد ميلاده خلاص قرب، وانه متعود يحتفل بيه مع امه، والمره دي هيكون وحيد وعايز يكون مختلف ومميز. وبيشوف وهو راجع جاي يول ومعاه شنطه كبيره بيرميها ليه مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد، بينصدم بطلنا منها وبتكون كلها ملابس لجاي يول، ولو مش مناسباه يرميها، وبيبان ان جاي يول غني، لكن عكس باقي الشله الغنيه، وبيكون بطلنا عايز يعرف عيد ميلاده امتى، بس بيختفي من قدامه، وبيلاحظ ان مش بس ساب له شنطه دول مجموعه شنط، وبيتفاجئ وبيقول هو في ناس بالطيبه دي، بس في الشارع التاني
التاني بنشوف عصابه المفاصل واكله علقه تموت منه. بيجي تاني يوم وبيكون المتنمرين مستنيين بطلنا يدخل علشان يثبتوا كلامهم، بس عكس المتوقع بيجي بلبس فائق الروعه، فبيحسبوا كل اللي لابسه وانه بيساوي 10 مليون، واحبط كده كل مخططاتهم وهو ما يعرفش، وكله بسبب جاي يول. وبيقول لهاين يول يا دوبك يعني شويه لبس رخيص يستروني مش اكتر. بنروح بعدها في يوم تاني لعنده وكاله بتعمل تجارب اداء، وبيكون جي هو بين بيجرب هناك علشان يعمل عقد معاهم، لكن ما بيكونش الافضل، وبيتبقى واحد واسمه هو دوكو، وبيحكموا عليه من شكله وبيصرفوه بانهم بيقولوا احنا لقينا واحد، وبيحاول ياخد فرصته بس للاسف ما بياخدهاش، وما بتكونش دي اول مره. بيكون بيكتب اغانيه كل يوم ومشاعره ومستني حد يعرف يسمعه. وبنشوف تاني يوم بيكون جين هو بين قاعد بيتفاخر انه اتقبل في الوكاله، وبنعرف انه بيحاول يفخم من نفسه، وده علشان في مسابقه تصويت على احسن شاب في كل مدرسه. بنشوف دوك هو بيروح من المدرسه وبتكون جدته هي اللي بترعاه، وبتحاول تبيع الاكل اللي بتعمله علشان يكسبوا. وبنشوف جين وهو معاه فرقته بيكونوا وصلوا لعند بيته، وجدته بتكون طيبه فبتقول لهم ياكلوا، لكنهم للاسف بياكلوا كل الاكل. بيجي تاني يوم وبيروح دوك هو للمدرسه، وبتبدا حمله التنمر عليه وعلى جدته واكلها، وبتيجي المدرسه بتقول ان التسجيل هيقفل خلاص، محدش عايز يشارك في المسابقه قدام جين هو. وعلى غير المتوقع المره دي بيرفع ايده دوك هو. بنشوف وقت الغدا بطلنا رايح عادي وبيقابل دوك هو صدفه، وهم بيتنمروا عليه وبيستعبدوه، فبيقول لي يجي معاه وياكل، وبيروح بس بيكون محرج وبيعجب الناس بتصرفاته لانه بيحمي الضعفاء كده. وبيرمي جين هو كوبايه فاضيه وبيقول يا عبدي احضر لي الماء، وقصده بيه على دوك هو. وبيشوف ان جايول بيبص له، وبيجي جين سونج بيقول له جيب الميه لنفسك او خليك زي الكلب تزوم. وبيكون تغيير جين سونج بسبب التنمر اللي حصل له، وكمان ليه يوم بيتدخل وبيقول له يبقى امسك الكوبايه بنفسك. وبيصدم بطلنا من الموقف وده لانه رجع وبيقول يا ريت ما يشوفني علشان ما ينتقمش. وبنلاحظ حاجه ان على طول لابس نضاره، والكل بيكون عايز يشوف عينه، وبيكون ليه يون هيقتله بس بشرط يخلعها، فبيرفض جين هو بيضرب الترابيزه وبيمشي. وبنشوف ان البنات بيعجبوا بشباب قسم الموضه، وبيقولوا بطلنا يروح للمزاد بتاع العبيد وانهم هيشتروا اكيد كده، ومش بيكون فاهم حاجه منهم. بيخلص اليوم وبيكون بطلنا بينظف الفصل وبيفتكر كلامهم عن المزاد، وبيقول هو لازم عليا يعمل كده، وكمان ما كانش متخيل ان حد يقول الحوار كده، وبيخاف لانه ما عملش ده قبل، كان بيغني لوحده دايما وبيتاكد ان مفيش حد قريب، وبيبدا يغني. وبالصدفه بيكون دوكو وهو معدي وبيسمع صوته بيخلي ودنه تقشعر، وبيقول انه قادر يحس بمشاعر صوته. وبيخلص بطلنا وبيقول كويس ان ما حدش سمعني، بس الخازوق بيطلع له وبيقول له دوكو انه سمعه، وبيطلب منه يشارك معاه في المهرجان. بيكون مشاعر دوكو متلخبطه مع بعضها، وبيحس انه مش هيوافق بس بيحصل العكس تماما. بنروح لبيت دوكو بيكون بطلنا معاه، وبيعجب بيه بطلنا لانه مش بس بيالف اغاني، ده كمان بيعمل موسيقى وبيسمعه اغنيه بتعجبه جدا. وبيخطط دوكو للحفله وبيقول لبطلنا ان هو اللي هيبدا ومن بعده انا، وبيبدا يعملوا تجارب وبينبهر دوكو منه، بس بيقول رغم كل حاجه في قطعه ناقصه، وبيوضح له يعملها ازاي، وبيديله نصايح علشان ما يجيش صوته ولا يروح لانه صوته مهم بالنسبه له. بيروح بطلنا مع دوكو عند جدته وبتعرض عليهم ياكلوا، بيخاف دوكو ان الحوار اللي حصل مع المتنمرين يتكرر، ولما بيشوفها بطلنا بيفتكر امه وبساطتها وملامحها وعطفها، فبيشكرها على الكرم بتاعها ده، وبيقول لها ان هو كان هو ودوكو من شويه. بيبدل بطلنا اجساده وبيروح الشغل بتاعه، بيجرب انه يتمرن وبيلاقي ان احباله خير، وبيقولوا انه هيتمرن بالجسم ده بس هيريح الجسم التاني، وبكده هيعرف يحفظ الكلمات اسرع. وهو بيغني بتدخل عليه البنت اللي كانت مدحته من فتره، بيحس بالخجل تاني وبيكون فاكر انها تنمر عليه، بس بتفاجئه تاني وبتقول له صوته حلو، وبتقول له كويس انك قادر تتسلى وانت بتشتغل، وبتاخد طلباتها وبتمشي. هو قاعد بيلاقي ان جي هواك ودو هواك دخل عليه، وبيقعدوا الثلاثه بره المتجر، وبيكونوا عاملين شله للضعفاء، وبيحكي كل واحد فيهم انه مش قادر يتاقلم، ومن اول يوم يتعرضوا للتنمر. وبعد ما بيخلصوا كلام بيقول جي هو ان الوضع اتحسن دلوقتي، وكده بسبب جين سونج بدا مؤخرا يوقف كل واحد بيتنمر عليه، وكمان واهم واحد هيونج سيوك واللي هو بطلنا، وبيتدخل دوكو هو في الكلام، وبيقولوا ان هو كمان بيتدرب معاه وبياكل معاه في الغداء، وكان فاكره في الاول انه شبه الباقي. وبيكون بطلنا هيبكي على كلامهم من شويه، ومره واحده بيدخل عليهم لي يون وبيقول لهم هو الكلام ده بجد، وبيكون اخذ السيجاره من ايد جي هو في لحظه، وبيبدا يسمع قصصهم عن بطلنا، والاول مره بدا يفكر صح وبان انه في التدراب. بعد سمت طول بيتكلم لي يون لبطلنا وبيقول له انه يتدرب اكتر لانه مش ضعيف، ولو مش عارف ازاي تعالى لي. بنشوف بعد كام يوم بيروح بطلنا لعنده دوكو وبيبدا يغني تاني وبينبهر من تحسنه ده، وبيقول ده ال10 ايام اللي عدوا مش اكتر، وبيقول دوكو شكله عبقري وعنده الموهبه ومش مصدق ان في حد زيه كده. بنشوف بعدها بيجي يوم المهرجان
مهرجان والوضع بيكون مشحون على الاخر، وبيجي شخص معروف باسم دي جي روبي بيقدم موسيقى من الشاحنه، وبيكون في طعام جاهز من قسم التصوير، وبيكسب كل قسم فلوس كتير بسبب الزوار. اما بالنسبه لقسم الموضه لازم حد يضحي ويكون من العبيد، وبيكون الاختيار ما بين بطلنا وجين سونج، وهيتحرم واحد من الحوار ده لو جاب طريقه تزود الربح لقسمهم. وبيستغل جين سونج مهاراته في الملاكمه وعمل مسابقه ب 5000 وون، وهي ان لو حد ضربه هياخد ضعف مبلغه ده. بتنجح الخطة وبيجي 10 وما بيعرفش أي حد فيهم يصيبه، وبكده بطلنا هيطلع المزاد. ومش كده وبس، كل الأقسام بتعمل عروض مختلفة علشان تكسب من الزوار. وبنعرف إن المهرجان ده مشهور بسبب إن فيه 3 مراحل. أول مرحلة بدأت أهي، وبتكون عرض أزياء من قسم الموضة، وبيكون ده من طلاب السنة الثالثة اللي بيعملوا لبسهم الخاص وبيقدموه للناس. وبيقول بطلنا هو أنا لازم أعمل كده السنة الجاية؟ لا يا عم أنا انسحب أكرم لي. وبيفرحوا إن العرض خلص بشكل مرضي للناس. وتاني مرحلة معروفة وهي مزاد العبيد، وحرفيا بيعرضوا طلاب من الاقسام المختلفه وبيزايدوا عليها، والمقدم بيكون على شخص اتباع السنه اللي فاتت، وبيكون البنات اصلا، واللي بتفوز بالمزاد بتاخد اللي فازت بيه لمده 8 ساعات. وبنعرف ان ارباح المزاد بتروح للاعمال الخيريه. وبيشارك بطلنا وسط الوحوش اللي ارقامهم بتعدي ل 10000 لدرجه واحد قيمته بتوصل لنص مليون ين، وبيقف هو مستني المزايده ومتوتر. واول لما بيظهر بطلنا الكل بينبهر منه، وبيقول المعلق انه ما حصلش الحماس ده قبل كده. وبيلاقي مشاركه معينه مميزه وهي كيم من مدرسه شانيل الخاصه، ومعروفه كمان بقاتله المزاد. وبيقول المعلق لبطلنا معلومات ان هي اللي اشترته السنه اللي فاتت، ومن سنتين دي جيروبي كانت باع باعلى سعر بسببها برضه. وبيديله نصيحه مهمه وهي انه لما يتباع ليها لازم يهرب باقصى سرعه. وبيقول له الموعد ده كان عباره عن كابوس ازلي. فبيوصل سعر بطلنا ل 300000 ين من هانيول، بس بتيجي كيم تنهي الكلام بمليون ين، وبيكون ده نفس السعر اللي اشترت بيه دي جي روبي. وبتقول في نفسها خلاص هيبقى ليا الواد ده، بس من وسط الجمهور بنسمع واحده بتقول مليونين، وبيتصدموا كلهم من اللي حصل. وبتكون دي البنت اللي بطلنا بيشوفها في الشيفت الليلي بجسمه التاني، وبيستغرب من لبسها المدرسي ده. بعد ما رفعت السعر بتبدا المنافسه بينها وبين كيم، وبتزود لمليونين ونص، والارقام دي بتكون فلكيه على اي شخص. لا والمنافسه ما بتهداش، ولان البنت بترفع السعر للضعف وبيبقى 5 مليون. وبتكون دي اول مره نشوف منافسه على شخص بالشكل ده، والكل بيكون منبهر. وبنشوف جين هو متضايق، وللعلم اتباع هو ب 500 ين، حتى مش محصل كيس رز عندهم. بيخلص المزاد وبيروح بطلنا يشكرها، وانه كان هيتباع للبنت دي، وبسبب انه ما وضحش بتتضايق. وبتقول له مالها بقى البنت دي، يعني ايه اللي يميزك عنها اصلا؟ وبتقول له ما تفتكرش ان من النوع اللي بيحب الجمال والشكل، مش دول اللي هيخلوك تستحقر الناس. بيحس بطلنا لاول مره وكانه اتضرب على راسه، وبيستغرب من تصرفاته دي، وبينسى نفسه ان الناس كانت تحتقره، وبيحاول يروح يكلمها ويفهمها الوضع، بس بيمسك ايده الحارس واللي بنعرف ان اسمه هو جونج جون، فبيقرر يضربه برجله. وبطلنا بيكون خلاص هيصدها، الا وانها اصابته من الخلف وكأن رجله انحرفت. بتزعله البنت وبتقول له انا قلت لك تراقبه مش اكتر. فبيقول لها الحارس ان امره هو ان احميكم ما اخليش حد يلمسك. وبيجي ليه يون وبيكون شاف كل اللي حصل وعايز يتدخل، وبيقولوا ان صاحب بطلنا وشكل كلام بطلنا واصحابه التانيين نفع فعلا. بيهاجموا جونج جون بسرعه، بس بيفضل ليه واقف وبيقول له يشيل نظاراته. وبيستغرب الحارس تاني وبيقول هو انا عجزت ولا ايه؟ فبيخلع نظاراته بتتغير كل ملامحه، بس بسبب السياده اللي بيحميها بيقف وبيقول بقالي مده ما اتغيرتش كده، لازم امسك نفسي لان عندي امتحان قريب. بتعتذر البنت عن اللي حصل وبتختفي مع حارسها، وبيجري بطلنا على لي يون واللي بيكون وقع من الضربه، وبيقول له لو تقتلنا مره تانية هفوز عليك. اما بالنسبه للتاني اللي هو جونج جون بيكون مصدوم منه، وبيعتبر بطلنا ان ده انتصار لانه اخيرا ولا اول مره حد بيعتبره صديق. بنشوف بعدها ان المرحله الثالثه من المهرجان هي العروض واللي بتشد الزوار ليهم، وبنشوف ان دور بطلنا ودوكو هو، وبيكون بطلنا جاهز وبيبدا يطلع زي ما اتدربوا، بس بيكون خايف لكن رجله بتتحرك لوحدها. بيكون بطلنا ودوكو هو اخر عرض في المهرجان لليوم، وبيكون لبسه ده بسبب اقتراح جاي يقول ليه. وبنشوف ابتسامته فعلا، وبيلاحظ بطلنا ان كل الاسئله والتركيز بيكونوا عليه بشكل اساسي، وده اللي بيخليه مستغرب. ولما حد بيشوف دوكو هو بيكون بيتريق عليه بشكل واضح، بس بيفضل دوكو هو ماسك في نفسه وبيهدى الجو علشان يبدا، بس بيكون بطلنا متوتر. وبتكون البدايه غلط جدا لدرجه ان الكل بيستغرب منه لحظتها، وبيدرك دوكو هو الموقف وبيغني علشان يلحق بطلنا. واول لما بيبدا الكل بيتصدم، وما بتكونش الصدمه بسبب البشاعه، لا علشان اول مره يشوف صوت بالحلاوه دي، وبيفتكر بطلنا نصايحه لما قال له يعملها.
وفعلا كل تركيزه وقتها بيكون عن امه وبيغمض عينه وبيحط كل تركيزه عليها وبيطلع صوته احسن من الاول وبيخلص العرض وبيكون ده احسن عرض موسيقى حصل في تاريخ المهرجان ده وبياخد دوك هو اللي كان عايزه هو الاعتراف بموهبته بس بيبلع خازوق وبيكون الاعتراف ده لبطلنا اصلا وبيقول له صاحب الاستوديو كلمنا علشان نشتغل سوا وبيقول صاحب الاستوديو ان دوك هو كويس بس للاسف الاختيار بيكون للجمهور مش ليا للاسف وبيطنش كلامه ده وبيبدا يقول له يلا بينا على السخان نوقع العقد بس بيقول له بطلنا شفت العصفور العرض مرفوض وبيكون كل اهتمام بطلنا على دوك وول واللي بيكون اختفى بسرعه بيروح بطلنا البيت دوك هو بس بجسمه التاني وبيفتحوا زي بس مباشر في محادثه بيكونوا هيغنوا راب فيها بس قبل ما يتكلموا كل التعليقات عليهم بتبدا بالسخريه بنشوف في صف بطلنا واحده معروفه انها مشهوره على موقع اسمه بابريكا وبتكون اسمها كيم يوي وبتمدح في عرضه في المهرجان وبيلاحظ بطلنا انها مختلفه وبتعامله بشكل كويس وبتديله محفظه فاخره وبيصدم بطلنا لكوم هي مهتمه بيه وبيقول ان لاول مره بيكون مهتم ببنت كده بنشوف كيم يو وهان يول وكام بنت تانية بيخرجوا سوا وبتختار تجيب شنطه صغيره بس بيقولوا لها البنات انها مش حلوه لكنها بتشوف هان يول انها جابتها في الاخر وبتروح تعرضها على بطلنا لما بيجي وتفهم انهم الاتنين اغنياء ومناسبين لبعض بعد انتشار موقع بابريكا بنشوف واحد من المتنمرين اسمه هيون دو وبيكون جايب سجاير كتير وبيستغربوا انه بقى كريم مؤخرا وبيقول لهم تعالوا شوفوا شغل هناك ولما بيشوفوه بيلاقوه قالع وبيغني احنا اصحاب بلدنا وبيهين في نفسه وبيكون كسب 400 بالون وده معناه 40,000 ين بيفتحوا بيلاقي هانيول بتشغل نفس الشيء وبتكسب 1000 بالون وده معناه انها كسبت اكتر من 10,000 في يوم واحد وبتكسب اكتر واكتر وده علشان ما تخليش كيم يو تاخد بطلنا منها وبنشوف كيم يو عندها واحد صاحبها بتستغله علشان تعمل بثوث في بيته وتكسب منه وتاكل بعقل حلاوه بهدايا صغيره وهي نفس المحفظه اللي كانت هتديها لبطلنا بيحكي جاي بول ان لما حد بيقع في الحب بيغرق وده طبيعي للحب الاول وبيكون واحد من اعضاء المفاصل الملتهبه بيبكي بشده وهو داي وونج وبيكون باين ان اول مره ليه وبيحكي واحد كمان ان نفس الحوار حصل له وشكله قصده على كيم يوي وبتقدر توصل يوي لقلب بطلنا كله وبتبص لهان يول بنظره نصر صحك عليها بنروح لبيت دوكو وبيقترح جي هو انهم يجيبوا بطلنا بس بجسمه التاني علشان يزودوا مشاهدات بدل ما هم بيقولوا كبسوا محدش بيكبس غير لو يتريق وبيقول دوكو انه ما يقدرش يطلب منه ده بعد الوقت اللي مر بيه في المهرجان وبيفهم بطلنا انه لازم يعمل كده بنفسه وبنروح نشوف المنافسه بين هان يولو وكيم يو لسه مكمله وبنلاحظ يو ان تقييمها ارتفع جدا وبقى قريب منها وبتلاحظ انها بتقلد كل اللي بتقوله حرفيا لكن المميز ان كان عندها يوي ولا بيبعت لها كل لما تفتح وحاليا راح لعند هان يول بس بتنبسط ان ده حصل لانها خايفه منه بنرجع لعند دوك وهو بيدخل بطلنا عليه وبيقول له ما سمعتش انك عايزه خالص لا انا عديت وقلت لما نطلع لايف ونكبس سوا وفعلا بيبداوا كل اللي بيتريق بيدخل ولما بيشوف بطلنا بيندهش وبتتغير تعليقاتهم في ثانيه وبتبدا الفلوس تنزل عليهم زي المطر وبنشوف انهم كسبوا سوا اكتر من 1,000,000 ين وبيقول بطلنا ان اللي كسبوا في يوم بيساوي مرتبه لشهر كامل وبيقولوا ان فلوسه هيشتري هديه لام ثم بعدها هيشتري هديه ليوي كده بيكون خلص الجمله وبتدخل بس معاها ولد ولان بطلنا قلبه طيب بيقول شكل اخوها ولما بيشوفها بطلنا وهو بيفضل مطول نظره وبتعمل عكس اللي قالته وبيتهزقوا بعد الموقف ده بيدرك حقيقتها ولما بيلاحظ الراجل ان بطلنا مش مركز معاه بيروح يديله بالقلم على وشه بس عكس المتوقع بالله ان بطلنا بجسمه ده يتجنب ايده وبنعرف ان الراجل ده اللي مع يوي اسمه لي جو وهو في الصف الثالث ومش اخوها بيتعصب لي جو من اللي حصل وبيجي يديله لكمه بس بيوقفوا صوت حد وبيكون ده جين سونج اللي كان موجود بالصدفه وبدل ما يتعارك بيكلمه بالمنطق بشكل هادي وهو بيقول له لي جو هو انت هتكبر عليا يا خساره الجيل الحالي ما عندوش تربيه على اساس ان هو من جيل مختلف يعني بيربط جين سونج الاحداث وبيفهم انها كانت عايزه تستغل بطلنا وده لانها ادت المحفظه لي جو بدل ما كانت عايزه تديه لبطلنا وبيقول كده بصوت عالي وبيسمع لي جو اللي حصل وحتى البنطلون كمان بتحاول تلحق نفسها وبتقول له انه بيكذب بس بيوقفها ليه جو بيقول لها انها بتكرر الحوار ده تاني وبتيجي تتكلم بس بيضربها بلكمه في وشها بتنزف بقوه بسببها وبيكمل عليها ما بيسكتش وبنشوف بعدها ان هان يول بتلاحظ الشخص اللي حسابه اسمه جان جام لاندلورد وبيكون مهووس بيها وبيصرف كل فلوسه عليها وبتقول انها تستغله ليها وبنشوف شكله اللي باين انه مدمن وشخص ما عندوش حياه وبيكون دي طريقته علشان يوقع بنت في حبه بس للاسف فلوسه اللي شايلها بتكون قربت تخلص وبيكون صرف كتير عليه لكن شافها مع رجال عصاباته وسابها وحاليا بيركز على هان يولو وبين جنونه اللي ملوش حدود بنرجع للمتجر وبنشوف لي جو بيكلم جين سونج وبيقول له تعالى مش هتخانق معاك وبيضربه بس بيصدها جين سونج وبيقول له يا راجل كنت بهزر وبيجي يضربه تاني فبيتجنبها وبيقولوا انه مش هيقاتل لكن هيبعده مش اكتر بس مره واحده بيضربه في وشه وبيكسر نضارته وكان بيخدعه ومهما حاول لي جو بيقوم وبيضربه بين ان جين سونج بيتدرب عليه وبايد واحده كمان وبيعرف بطلنا ان جين سونج بيستخدم تقنيه اسمها الوغز وهي بتخليه يضرب ضربه معتمده
على التفاف جسمه. ومش كده وبس، بيديله ضربه الكلاب او الخطاف كمان وبينبهروا باللي حصل ده. بنشوف الشخص المهووس وهو بيلاقي ان فلوس تقاعد ابوه خلصت كلها ومش عارف يدي هدايا لهان يولو، وبيقرر انه يديها حبه كله في الحقيقه، وبيكون عايز يشوفها وبيكون خد صوره للنافذه بتاعتها، وبيفضل يبحث عن اي حاجه في التطابق للمكان اللي هي فيه. بترجع هان يول لبيتها وبتلاحظ ان في اجزاء من لبسها بتختفي، وبيكون ده لان المهووس لقى بيتها وبيسرق اغراضها. بيدخل راجل للمتجر اللي شغال فيه بطلنا وبيقول بطلنا ان كل يوم بيشتري كحول، وبيلاحظ انه بيراقب تليفونه دايما، وبالصدفه بيلاقي انه بيشوف فيديو هان يول. بتنزل هان يول ترمي القمامه وبتكون بتكلم حد تتسلى في طريقها، وبتخلص فبتشوفها هتكلم مين، بس بيوقفها المهووس ده بيقول لها عايز اسالك عن طريق اروح منه، وبيكون شكله غريب اكتر من العادي وبيكون قرب بشكل غريب. فبيزعق بطلنا وبيقول لها تهرب، فبيقف هو قدامه وبيقول لها ان الشخص ده اشترى سكين مؤخرا وبيكون ورا ظهره، وبيطلعه يهاجم بيهم وبيقول لها انها منحرفه وانها نسيته بسهوله جدا وازاي تعمل كده وليهم، وما بيكونش بطلنا عارف يعمل ايه والسكينه بتقرب، بس بيفتكر ضربه جين سونج وبيطبقها وبيوقع السكينه من ايد المهووس ده، وبيحاول يعمل لكمه الخطاف وبيعملها بس ما بتسيبهوش، وده لان ايده قصيره جدا. بيقع بطلنا على هان يولو وبيكون خلاص مستسلم انه هيموت، وبيكون المهووس مسك السكينه تاني، وقبل ما يعمل حاجه بيرميه ليه يوم بحديد جيم ما نعرفش جابه منين وازاي، بس بيقدر انه يسيبه وبيقول لبطلنا انه جيد وعجبته شجاعته. بنعرف قبل الحادثه ان بطلنا شاف المهووس ده مستني هان يول في مكان معين بسكينه، وبيتصل بطلنا على الشرطه وبتقول انها هتبعت واحد، فبيفهم انهم هيتاخروا كده وبيقرر يتصل بليون وبيرد عليه فعلا، وبيكون عارف اللي هيحصل وخد الوزن معاه لان كان بيتمرن. وبنشوف دلوقتي بعد ما رماه حس بشعور راحه، بيقوم المهووس رغم اصابته وبيهاجم بالسكينه بشكل عشوائي، بس بيمسكوا ليون ببراعه وقبل ما يضربه يوديه لحياه تانيه بيجي واحد على مزاجه وبيكون ده ابو الشاب المهووس وبيطلب محدش يأذيه، وبيكون جي وهو تعبان على اخره وبيتعصب عليه ابنه زي ما كان بطلنا بيعمل على امه، وبيقول له كل بيتجاهله بسبب شكله ومحدش بيحترمه. فبيرد عليه ليون ما تلموش حد طالما انت ما حاولتش تعمل حاجه بنفسك، وبيقول لهم ان كان في الطبقه السفليه من الهرم وقدر يخرج منها، والكلمات دي بتاثر في بطلنا، وبيقول بعدها بطلنا ان الليله دي كانت اطول ليله في حياته. بنشوف في تاني يوم هان يول بتروح لبطلنا وبتساله عن صاحبه اللي شغال في المتجر وشكلها لسه متاثره من الليله، اما بالنسبه ليو بتروح وتدي منديل اشتريته لجين سونج وبتشكره على اللي حصل. وبنشوف ان الدنيا بدات تتغير، وكمان دوك هو بدا يجي له متابعين بشكل منتظم وبيحب اسلوبه في الغناء. بنشوف بعدها جونج جون اللي بيروح ليه وبيطلب منها تيجي معاه في مهمه بس ما بنعرفش ايه هي، وبيكون جي سونج ومين جي مروحين، فبيشوفوا ليه جين اللي بيكون جه علشان ينتقم من اللي حصله في المتجر، وبتمشي بسبب كده مي جين، وبنلاقي ان مع ليه جي العصابه اللي ضايقته في المكتبه، وبيقول لهم هم ليه معاه بالشكل ده، هو بياخد نفس عميق وباين عليه الغضب، وبيقول لهم ما بقاش عندي حاجه اخسرها، وبينزل عليهم يكسرهم. بنشوف بعدها جين سونج بيطلب من واحد اسمه فلتر نامسو يجيب له اجدد حذاء جوردن وبسعره قليل، بس بعد فتره بيلاقيه وكمان اللي هتبيعه بنت جميله، بيروح علشان يفحصه وبيكون جهز نفسه علشان يكون صاحبها، وبكده ضرب عصفورين بحجر واحد، وبتيجي فعلا وبتكون زي ما الصوره موجوده، وبيقول لها يروحوا مكان يفحصوا البضاعه، بس قبل ما يخلص كلامه بيظهر اتنين بيقولوا له خليك مبتسم وما تتوترش، ولو طلبت المساعده باي طريقه هتتساوي بالارض، وبيقولوا ان شكله اتخدع من الاول وبياخدوا فعلا الفلوس بكل سهوله منه، وبيقول لو حاولت اقاوم هموت ولو ضيعت الفلوس هموت، فكده ميت وكده ميت. بياخدها من اقصر طريق وبيحاول يرجع الفلوس، وبيكلموا علشان يرجعوه انه هينسى المره دي، بس بيضحكوا عليه وبيقولوا يا عيني باين عليك الرعب، بس بيحذرهم من الفلوس دي الملاكم، وبتكون دي النهايه بعد اللي قاله. بيرجع نفسه المدرسه وبين انه واكل علقه موت، وبيحكي لهم كل اللي حصل، وبيكون خايف انه يتضرب تاني من جين سونج، بس بيفاجئوا بيقول له كان شكل لازم اجي معاك فعلا وما سيبكش لوحدك، بس بيقول له لو بتكذب عليا في الاخر هتاكل علقه تاني منها. وبنشوف يو بتيجي وبتعرف القصه منهم، وبتشوف صوره حسابهم على موقع رنا لبيع المستعملات، فبيقول له يشوفوا سجل الرقم ده، وبيلاحظوا انهم بقى حاجات مزيفه جدا، وبتقترح لو يعملوا اتصال لرقم جين سونج انهم عايزين حاجه ويروح يقابلهم وياخد فلوسه، فبتعجبه الفكره، وبيغيروا صوره الحساب لصوره جي هو وبيكلمها وبترد عليه، وبيكون نفس المكان برضه، وبيستغرب بطلنا ان هي عندها معلومات عن العصابات دي وطرق النصب دي، فبتقول ان حبيبها السابق واللي هو لي جي كان بيعمل كده كتير مع الناس، ولولا جين سونج كان الحوار هيكون اسوأ. بنشوف ان جين سونج بيستعد علشان يروح، وبيجي معاها بطلنا وثلاثه تانيين، وقبل ما يروحوا بيعدوا على لي يون وبيقولوا الحوار كله وبيتضايقوا وهيروح معاهم، وبيكون الثلاثي القوي رايح بشكل اساسي والتانيين خلعوا من الحوار. وكمان بنشوف نامسو ويوي رايحين وبيتحجج مين جين علشان تروح، بيوصلوا للمنطقه وبيقعدوا ياكلوا في مطعم، وطبعا جسم ووش بطلنا بيجذب الانظار، لكن الباقي بيكون قاطع الخميره، وفي ناس بتراقبهم من قريب بس بيتجاهلوهم وهم قاعدين، وبيلاحظوا البنتين ونامسو جم للمكان، وبيكون جين سونج عايز يولع فيهم، بيروح يكلمهم
يكلمهم، او بالاصح يكلم مي جين، وهو بيكلمها بيجوا 3 كانوا بيراقبوهم عايزين يتخانقوا معاه. وهو بيكلمهم جين سونج بيلاحظ نامسو البنت اللي ضحكت عليه والشاب اللي معاها، ولما بيلف جين سونج ليه بيلاقي انه خد لكمات اسرع منه وبيقع على الارض. بتقوم مي جين عايزه تبلغ الشرطه بس بيوقفها جين سونج وبيقول لها لسه الوقت ما خلصش، ورغم انه بينزف بيكمل وبيجي الوقت وبيروح هو بطلنا وليه يون المكان وبيتريقوا عليه وبيقولوا له ما حبيتش تضرب لوحدك جبت اصحابك يكملوا معاك. قبل ما يتقدم ليه يون بيقول له جين سونج انه حابب ينتقم هو الاول لوحده وبيقول لهم يتقدموا هم الثلاثه لوحدهم. وبتكون البنت عايزه تتكلم وبتقول ان الواد اللي قدامه حاليا واسمه سونج بيو بيعمل هجمات مفاجاه، وفعلا بيكون هادي وبيتكلم وبيسال جين سونج عن سنه، ومره واحده بينط يضربه بس بياخد باله وبيمسك وشه يسويه بالاسفلت وبسبب كده اغمى عليه. وبيجي التاني الضخم يحاول يهاجمه ويمسكه بس جين سونج عامل زي الورقه قدامه وبيتزحلق من ايده وبيفضل يتجنب ويضرب وبيغلبه في الاخر وما بيبقاش غير واحد، وبيكون ده الملاكم اللي اتفخر بنفسه قدام نفسه بيقول ده ملاكم زيه وبعيد المدى، بس بيلاحظ انه وصل لاخره كده وبيحلل الموقف وبيقول الاتنين اللي معاه شكلهم بس جايين كمالة عدد مش اكتر، وبيستعد جين سونج علشان يضربه وفعلا بيقدر يسيبه بقوه في بطنه. بنشوف بعد ما بيكسبوا بيظهر الثلاثه اللي كانوا بيراقبوهم ومعاهم ناس تانية وبيتدخل هنا ليه يونو وبيقول له لازم ترتاح، ودلوقتي هو دوره وبيطلب من بطلنا يحمي ظهره مش اكتر. بس بنشوف ان عصابه المفاصل الملتهبه كانت وراهم وهو عارف ده وفعلا بيظهر علشان يبقى القتال متكافئ بالشكل ده. وبيشوف المحتلين علامه قمصانهم وبيعرفوهم انهم اكتر عصابه وحشيه في المنطقه الغربيه وهي المفاصل الملتهبه. بيكون بوم جاي عرف موقعه لانه حط تطبيق اسمه العاشق بيخليه يعرف مكان، وبيكون بيتكلم ليه يون معاهم وبيجي الضخم اللي مع المحتلين يمسكه وبيكون فاكر انه كسب بس قوه ليه يون البدنيه تكسب، وبيمسك ايده الاثنين وبعدها بيعمل له حركه الكتف المشهوره بتاعته وبيخليه يخضع. وبيستغرب الواد اللي في العصابه ان طلاب السنه الثانيه وقعوا وفضل طلاب السنه الاولى، بس بيشوف بعدها جاي يول قاعد بيدخل على ناصيه الشارع وبان انه اتصرف معاهم بنفسه في صمت. وبيجي ناس من المنطقه وبيستغربوا من اللي حصل وبيخاف جيو اللي هيتفضح، بس بيقولوا له كويس اللي عملته وده لانهم بيتخانقوا معانا دايما. بنشوف ان الملاكم بتاع المحتلين بيحاول يهرب وبيستغل انه فاكر ان بطلنا ضعيف وهيضربه ويهرب منه، بس بطلنا بيتجنب ضربته وبيضربه بقوه في وشه وبيكونوا اداله لكمه خاطفه ومش كده وبس بيديله بالخطاف كمان، وما بيسكتش وبينهي القتال بلكمه مستقيمه بتطير سنانه. وبيشوف ليه يونو وبيقول المشهد ده اتكرر بالنسبه لي، وبيقول اكيد شكله يعرف الولد اللي شغال في المتجر. وبتكون اخيرا اول استنتاج صحيح هنا ينصف بطلنا، وبالشكل ده بيخلص الحدث بتاع سوق رانا. وبنشوف بعدها ان من ضمن اللي كانوا موجودين هو جونج جون، وبيقولوا ان سبب وجوده هو دعوه يوي بس كان كل اهتمامه على بطلنا اللي ابهره وبيكون اتحسن. بيروح المحتلين اللي عنده وبنعرف انهم كلهم من نفس العيله، بس جونج جون بيكون وصل لمكانه عاليه وبيعتذر انه ما ساعدش في الحوار وبيان ان عنده حاجات كتير مخبيها. بنشوف تاني يوم في المدرسه بينادي جين سونج على بطلنا وبيكون عايز يقاتله تاني لانه لاحظ ان ملاكم وبيتحجج وبيقول له لما هزمتني ما كنتش لابس حاجه تحميني لكن في الحلب هعرف اغلبك اكيد. بيفتكر بعدها بطلنا ان في امتحانات في المدرسه وبتكون دي بتخص نص السنه الدراسيه. بنشوف ان بطلنا بيتكلم عن جسمه اللي بيعجب الكل وبيقولوا ان كله مميزات، سرعه تلاقي، قوه تلاقي، دماغ شغاله ومش بتنام، بس للاسف ما فيهاش اختلاف كبير وده لانه ما بيعرفش يحفظ وبيكون فاضل له اسبوعين على الامتحانات. وبيكون بعدها بطلنا بيكلم امه اللي بتطمن على حاله وهي بتقفل بيعرف انها لقت شغل وبتشتغل نادله في مطعم، وبيقولوا انه هيحط كل جهده علشانها مش اكتر، وكمان بيقولوا ان عقله شغال 24 ساعه بسبب الجسمين فده هيساعده على الحفظ. وعلشان يضمن ان كل حاجه تبقى 100 بيروح يتكلم الاول على فصله وهو جاي يول وبيوافق جدا. وبنلاحظ ان جاي يول مش بيتكلم خالص لسبب مجهول بسبب دراسه بطلنا. بنشوف ان في واحد جديد طلع وبيحقد عليه وبيكون ده رئيس الصف عندهم وما بيكونش مصدق اللي بيحصل، وان بطلنا بيذاكر فعلا وبيحولها لمنافسه وبيقول من جواه استنى بس لما تشوف كل مجهوداتك دي هتترمي في الارض. بعد ما بيخلص بطلنا الدراسه مع جاي يول بيروح يقابل جي هو ودوك هو وبيكون هيدرس معاهم في المكتبه. وبنشوف اخر الاخبار عن دوك هو وبيكون الخامس في قسمه، ومش كده وبس ده كمان بعد المهرجان اللي حصل بدات الناس تعترف بيه وبقى عنده متابعين اكتر من الاول. بنلاقي بعدها جين سونج داخل المكتبه وبيتصدم ان كل افراد الشله موجودين. ومش كده وبس ده المفاصل الملتهبه بيذاكروا كمان. بيخلص اليوم وبيكون بطلنا تعبان من الجسم الرشيق ده وبيبدل فبيقوم وكانه كان نام 1000 سنه وكل نشاط. ولما بيجي يذاكر في المتجر بتدخل عليه هانيول والغريبه انها ما جاتش علشان تشتري اصلا، وبيكون بطلنا خايف لا يتكرر نفس السيناريو بتاع الواد المهووس من بابريكا فبيطلب منها تمشي بادب علشان لو حصل لها حاجه، وبتستغل الوضع وبتلاحظ انه بيدرس فبتقول له انها هتيجي كل يوم مخصوص علشان يدرسوا سوا. وباين ان بطلنا اتدبس فيها بالجسم ده. وبنشوف انه بيدرس مع
مع دوكو وواو، بس ما بيكونش تركيزهم افضل شيء، وده بسبب تعليقات الناس اللي حواليهم وخصوصا التعليقات اللي على دوكو وواو. بس رغم كل حاجه بيكون مركز بشده ومش همه حاجه. بيخلصوا الاسبوعين وبيجي وقت الامتحان وبنشوف بطلنا اول لما بيمسك الورقه بيتصدم انه فاكر الاجابات كلها وكل حاجه كانت مع كل شخص عرفها ويتعلمها منه، وبيجي تاني امتحان بس ما بيكونش عارف يحل، وده لانه ما عرفش يذاكر بسبب هانيول، وبينام بالغلط فبيصحى في جسمه التاني، وبيكون هو مستلقي جسمه التعبان ده بيقرا في المعدلات، وبينام فبيصحى في المدرسه وبيمسك القلم وبيلاقي انه بيعرف يحل ده علشان شاف المعادله دي، وبيلاقي طريقه ما يسقطش في الامتحان، وبتخلص الامتحانات وبتظهر النتيجه، وزي ما انت توقعت بطلنا طلع الاول بجدار على المدرسه بتاعته، وبيكون حقق حلم امه انه يكون الاول واخيرا، وبيكون الاخير هو جين سونج. ورغم كده لما بيشوف دموع رئيس الصف بيحس ان في حاجه غلط وان كده خدع الكل، وحتى لما راح يقول لامه باين على ملامحه انه مش فرحان خالص، وبيلاحظ ان كل واحد عنده شغف لحاجه الا هو، وبيسال نفسه لو كانت امه هي الدافع بتاعه. بنشوف بعدها بطلنا بجسمه الضخم بيكون عمل روتين يومي وهو انه يجري بعد الشغل بتاعه نص ساعه، وبيكون ده اول قرار من جواه ده علشان يغير من نفسه. بنكمل حكايتنا وبنشوف كل الناس بتسلم على هيونج سوك اللي هو بطلنا زي ما انتوا عارفين، وبيكون كله لابس اخر شياكه، وخصوصا بطلنا اللي بيبهرهم زي كل مره. بنشوف ان كلهم لابسين ومعاهم شنطه، وده لانهم رايحين زي معسكر تبع المدرسه، وبيكون بيحاول يهدي من نفسه على قد ما يقدر لان ذكرياته في المعسكرات ما كانتش لطيفه، ولما بيروح يقعد في الكرسي بتاعه المعتاد الكل بيصرخ له يجي يقعد جنبه، وبيكونوا حاجزين المقعد الذهبي هو المقعد اللي في النص ما بين الكل، وفعلا بيحس انه قاعد زي الملوك، وبيقعد جاي يقول مكان بطلنا قدام. بيوصلوا للاستراحه في نص الطريق، واول حاجه بيروح عليها جين سونج هي آلة اللكمات علشان يتسلى، وبيجيب رقم عالي فيها، بس بيكون جين هو موجود وبيكسر رقمه، بس بيقول له ان كسف المطرقه غصب عنك، وبيزيد الحماس عليهم. بس بيجي لي يون بيقول لهم نسيتونا انا وهيونج ولا ايه؟ فبيروح لي يون يجرب الاول وبيكسر المطرقه، وبيخلي شكل جين سونج عبيط، ولما بيجرب بطلنا آلة اللكمات بيطيرها من مكانها، وباين ان مستواه مختلف عنهم. هما الاتنين بيروحوا الحمام وبيتعصبوا، بس بيكلموا واحد مغني راب زي جين هو ومعاه واحده وبيشدوا في الكلام سوا، فبتتكلم البنت دي وبتقول له ما تعرفش ملك جبل دو بونج الاربعه ولا ايه؟ فانت فاتك نص عمرك. بس ما بيكونوش عندهم وقت، وده لان الباص هيتحرك وبيخرجوا منها من غير قتال. بيجي تاني يوم وبينزل بطلنا من الباص، وده لانهم وصلوا للمعسكر، وبيزعق فيهم حد انهم يوقفوا، وبيكونوا في 2 مرشدين وواحد وسيم والتاني مليان، وكالعاده المتنمرين كلهم ما بيسكتوش. وبيبدأ المرشد اللي حبوا شكله وبيقول لهم احنا تصرفاتنا هتكون حسب ما انتوا عايزين، وبتكون مدة المعسكر دي 3 ايام وليلتين، وبدأت من دلوقتي. بنعرف ان المرشد الوسيم بينادوه بزيوس، والتاني باسم ووم بن، وبيكون ووم بن سامع كل حاجة بتتقال عليه ومتضايق جدا. بيخلص اليوم وبيقول لهم زيوس انهم يناموا كويس، وده لان اليوم مليان. بس بنشوف ان هيون دو كان محضر مفاجأة، وبياخد بطلنا وجين سونج المفاجأة، وبتطلع انه جمع بنات من قسم تصفيف الشعر وبنات تانية علشان يتسلوا زي ما بيعملوا في العادة. لما بيشوف كده جين سونج بيقول لهم ماما شافت الشات، وبيخلع وبياخد معاه بطلنا، وبيكون جين سونج خرج من المكان علشان هو مخلص لميت جين، وبيروح ليها علشان يلعب معاها، وبيدخل بطلنا لانه ما عندوش حاجة يعملها، وبيلعبوا لعبة الحياة بس هم ساملين. وبيكون وصل لاخرهم والوحيدة اللي ما شربتش هي ميت جين، بس بتحصل كبسة وبيدخلوا عليهم المرشد ووبن وبيخليهم يعملوا تمارين، لكن بطلنا بيفوق في جسمه التاني لان شرب لحد ما نام. وبيقرر بطلنا انه يتمرن ويشوف صاحب المحل وهو مستغرب، بس بيكمل مهامه وبيتفرج في اللابتوب، وبيلاقي ان البنات اللي من ثانوية بطلنا صورهم وبتنتشر، وباين ان في حاجة كبيرة مستنياهم. بيصحى بطلنا من السمانة اللي كان فيها وبيكون مرسوم على وشه كلمات مضحكة، لكن جي هو بيكون كله اسود من الرسم. وبنشوف ان اليوم التاني من المعسكر بدأ، وبنشوف زيوس ركب في مركب مع البنات وبيعملوا رحلة صغيرة وباين انهم مبسوطين، لكن العكس تماما مع اللي بيركب مع ووم بن. بتلاحظ ميت جين ان المرشد ووبن بيبص لها بشكل مريب، ومرة تانية بتتكرر بالليل وكأن في حاجة معينة بتدور في دماغه. بيخلص اليوم تاني اسرع من الاول، وبنشوف عند غرفة عصابة المفاصل الملتهبة بيعملوا عراك بالمخدات، بس بتقلب معاهم جد شوية وبيطير واحد من اوضتهم، ووقتها بنشوف جين سونج وميت جين بيخرجوا مبسوطين جدا، وبطلنا نام ومبسوط وجنبه جي هو اللي رجع ابيض اخيرا، وده لان الحبر شبه اختفى من عليه. بتخلص الليله وبنروح نشوف الحارس ووبن في مكتب الحراس، وبنلاقي انهم بيشربوا من الكحوليات اللي كانت مع الطلاب، وبيقولوا انها خساره تترمي، بس بيقولوا ووبن من جواه انه مرشد درجه اولى ومعاه شهادات يعني مش هينزل لمستواهم. وبيروحوا ووبن المخزن وبيفتح على الصوره لميت جين، وبيقولوا انه لازم يلاقيها، وبتكون دي نفس الصوره اللي شافها مدير بطلنا في
الشغل. لما بيوصل المخزن بيلاقي زيوس هناك ومعاه ميجين، وبيقول له يا خبر لقيتها بتتمشى بره اوضتها فعاقبتها بانها تشيل الحاجه معايا، وباين انها جت بمزاجها ومستمتعه، وكمان باين ان ده مش عقاب. بنشوف ان هو بين بيتعصب وبينط على زيوس من ظهره وبيضربه باللكمات، وهو بيعمل كده بيقع تليفونه وبتشوف ميجين انه صورتها عليه وبتتصدم. بيقوم زيوس وبيضربه برجله بكل قوته، فبتقول له ميجين انه خلاص كده وهنبلغ الشرطه، وبيشكرها لانها شتتت انتباهه اللحظه. بنرجع لعند بطلنا وهو بيحط ورق على المتجر بعد ما مسكوا المدير، فبيقول انه هيحط المنشورات دي وهيمشي لانه في اجازه. بس هو بيحط المنشورات بيلاقي حاجه بتفاجئه، بتكون لشخص اعتدى على النساء واسمه كيم هايمن، والشخص ده هو نفسه المرشد زيوس، وبتظهر حقيقته لما بنشوف ان وشه اتغير، وبيقولوا انه مش قادر يمسك نفسه وكان مستخبي بشكل كويس لحد دلوقتي، وبنعرف ان التليفون اصلا اللي كان مع وو بين بيكون لزيوس، وهو مستغرب اتسرق منه امتى وازاي. بنعرف ان اللي خد الصوره دي زيوس وقت لما هم كانوا ساملين جدا، والصور دي انتشرت في منتدى المنحرفين، وده بيفسر ازاي وصلت للمدير في المتجر. وبيقول وو بين بسبب كل ده فضل مراقبه لفتره وعرف انه بيلف حوالين ميجين، وبيقولوا انه اتدخل علشان شافهم لوحدهم في المخزن. وبنشوف زيوس بيضرب ميجين علشان يبدا يستغلها. بنشوف فلاش باك من حياه زيوس وهو كان بيسرق الاكل من الطلاب، وبسبب التميز العنصري ما كانش بيحصل له لزيوس حاجه، بالعكس كان ممكن ياخد اكتر، وكمان كانوا البنات بيحبوا اساليبه المنحرفه. بنعرف انه علشان يشيل التهمه من عليه يشتغل في الوظيفه بتاعه المرشد دي ببطاقه هويه اخوه. بيقوم بسرعه هو بين علشان يلحقها، بس بيوقعوا زيوس وبيضربه كمان، وبيكون خلاص ما عندوش حاجه يعملها، فبيطلع صفارته وبيصفر بكل قوته اللي باقيه ليه. وفي الوقت ده بنشوف جين سونج وبيكون بيسال عن ميجين، وبيعرف انها ما رجعتش لاوضتها وبيستغرب من اللي حصل. بيتصل بطلنا من المحل بهانيول وبيكون باين انه مستعجل، وبيقول لها انه عايز منها خدمه، وبتروح تصحي بطلنا. وبنعرف انه لو بلغ من المحل هيكون في شكوك في الموضوع، فبيفكر يبلغ كشاهد، وفعلا بيبلغ بس بيكون قدام الشرطه نص ساعه ويوصلوا. وقتها بيجي جين سونج ووشه كله غضب وبيجري، وبيعرف بطلنا القصه وبيربط بطلنا الاحداث وبينصدم. بنشوف بعدها ان جين سونج وصل اخيرا في الوقت المناسب، وبتكون مي جين بتصرخ وده بيزود غضبه اكتر واكتر، وبينط عليه جين سونج بسرعه شديده وبيحلل وقفته، وبيعرف انه مقاتل لانه وقف على طول في وضعيه الدفاع. بينتبه زيوس انه ملاكم كويس جدا، بس مشكلته ان الغضب بيعميه لدرجه انه اتاثر بضربات خفيفه زي الركله المنخفضه، وبيكون ماسكه بقوه. بيقول له للاسف انت مش بتحمي غير وشك، وبيضربه في ضلوعه وبيكسرها، وبيجي يكررها بس بيكون حركه مباغته وبيضربه في وشه. وبنشوف كده مي جين وهتكون عايزه تقف وتساعده بس رجلها مش بتساعدها، وبره بنشوف ان كل الناس بيدوروا عليهم. وبيقول بطلنا ان الحوار مش اكيد فما يقدرش يصحي كل الناس، وللاسف المكان كبير جدا على انهم يبحثوا فيه. وبنرجع لعند جين سونج وبيتكلم زيوس وبيقول له كسرت لك ايدك وضلوعك رغم كل ده لسه واقف، هتعمل ايه بقى وانت مصدر قوتك مكسور دلوقتي؟ وبيقول زيوس حاسس بالوجع صح؟ طب اتحمل دي، تعال نجرب العب بيك الكوره وهديك ركله علويه. وبيجي ينفذها بس بنشوف ووم بين زحف بكل قوته ومسك رجل زيوس، وبسبب انه اتشتت بينقض عليه جين سونج وبيقول له هنرقص دانس يا روح امك. وحرفيا شكل جين سونج وقتها كانه نمر استنى اللحظه دي تيجي في حياته كلها، وحتى بايده المكسوره بيضربوا بيها. ومش كده وبس، بيكمل بيشمل عليه وبيكون فكر انه كده خلاص، بس بيقعد فوق جين سونج وبيكمل. بنشوف بعدها ان الشرطه وصلت وعرفوا يوصلوا اليوم مع الطلاب اخيرا، بس في مشهد مرعب، وده لان جين سونج كان فقد وعي وهو بيهاجمه اصلا، ودي حركات تلقائيه منه وانفعاله حتى، وايده المكسوره دي كان بسبب الياس مش الغضب. بيتقبض على المنحرف اخيرا، بس هو ماشي بيكون وشه كملاك بريء، والكل بيقول اكيد تهمه زائفه. وكمان بنشوف ووم بين اللي بيكون عمل كل اللي عليه بشرف وعدل، وبيكون راضي عن اللي حصل وتضحيته دي، بس الناس بتقول ان شكله هو المجرم اصلا ومحدش اعترف بدوره. بيقوم جين سونج وبيطمن مي جين وبيقول لها روحي لمركز الشرطه وهحصلك، بس لما بيمشي بيغمى عليه، وده لان اصابته مش طبيعيه وكان لازم يفضل في المستشفى شهرين. وبتيجي مي جين بتقول له يعني انت مصاب للدرجه دي؟ ما تمثلش عليا. فبعد جلسه كلام طويله بتشكره في الاخر. بيدخل هايمن السجن وبيقول جرايمه كلها، وبيتكلم حد في الضلمه وبيقول انه بيكره اللي شبهه، وبيقول له هايمن شكلك ضعيف، هات سكينه وهاخد مكانك من غير مشاكل. وبيطلع ده المهووس من بابريكا اللي ماسك الزنزانه وبيتعصب على هايمن. بنشوف بعدها بطلنا خد مرتبه التاني لانه اشتغل بشكل كويس، ومش كده وبس، خد فلوس زياده علشان يجيب هديه لامه في عيد الشكر، وبيقول انه عايز يفاجئها في الاجازه بجسمه الاصلي، وبيفكر في هديه، فبيجي في باله التيشيرت اللي اكمامه متقطعه، فبيروح لمحله
بيكونوا مفكرين انه عايز يشتغل بس بيكون عايز يشتري هديه، فبيحاولوا يصرفوه وبيقولوا له للاسف هتكون غاليه فجهز جيبك بقى. بيوصل بطلنا المدينه اللي كان عايش فيها، هو بيكون فاكر كل حاجه فيها وبيقول انه ما كانش نفسه يرجع لهنا بسبب ذكرياته السلبيه، وبيقول يا رب ما اقابلش المتنمرين دول تاني. ويا دوب اخلص الجمله وشبك له بيك طلباتك بين ايديك، بيكون قابل واحد من الناس اللي كانوا بيشوفوه هو بيتضرب بس ما بيكونش فاكر اسمه اصلا. بيقول له بسبب انك نقلت مره واحده تاي سونج غضب جدا، فلو شافك هيعمل منك بطاطس محمره. بيلاحظ بطلنا انه مش بيسيب تليفونه وكمان وهو مش مرتاح، فبيكون عايز يمشي ومره واحده ملامحه بتتغير وبتقول له هتمشي تاني. ويا دوبك بيخلص الجمله بتيجي كوره في وشه بتعمل له ضبط مصنع، بتكون دي جت من ميسي نسخه ميسي قبل الميلاد، واحد من المتنمرين اللي كان بيستغلوا مع تاي سونج، وبيكون الواد اللي كلمه كان بيأخره لانه بقى مكان بطلنا عند المتنمرين وهو مش مستحمل كده. بنشوف انهم بيقلبوا في حاجته وبيحاولوا يطلعوا منه بفايده، وبيكونوا هياخدوا ال5000 ون بس بيوقفهم بطلنا، وبيجي المتنمر ده يمسك كتف بطلنا زي ما ليهم بيعمل، بس بيقول انه مش حاسس بيها، وبيمسك ايده بيخليه على الارض وبيتصدموا من اللي حصل. بيجي مسك وبيقول انه هيسجل جون دلوقتي ببطلنا، ولما بيحاولوا يضربوا في وشه بيمسكوا بطلنا بايده التانيه، وبيكون بقى انه بقى اقوى ولاول مره حس بالنصر والمتعه. بس كل ده بيروح وبيكون اللي حضر كابوس بطلنا الاول والاخير وهو تاي سونج، وبيطلب انه يشرح الوضع اللي بيحصل قدامه. بيسأله عن سبب هروبه ده، وبنشوف ان المتنمر اللي كان واقع بيقوم وبيضربه، فبيقول له دلوقتي رجعت لاصلك وبتكون مفيش حاجه اتغيرت. وبنشوف تاي سونج بيقول للعبد الجديد بتاعه بص واتعلم، هو هرب ورجع لي بفلوس انت ما تعرفش تعمل كده، وبيقول يتعلم منه بس لو هربت بقى هجيبك واقتلك. بيعرفه انه مبقاش موجود في المدرسه، وبيقول له تاي سونج هاخد الفلوس دي كرسوم تخرجك بقى ووسط كل اللي حصل. ما بيكونش مصدق ان كده خلص من تاي سونج، وبياخد هديته علشان يديها لامه. بنشوف بعدها في بيت فيه كل انواع الراحه بنلاقي جاي يول بيكلم حد وبيقفل الخط بعدها، وبنشوف ان حاجه تذكره علشان يروح رحله من سيول لبوسان، وهنعرف كمان شويه يحصل فيها ايه. بيوصل بطلنا المطعم اللي فيه امه، بس بيعرف من اللي شغالين هناك انها خرجت قبل ما يجي بالظبط، وانها بتعمل كده كل يوم وكانت بتحكي لهم عنه بشكل مستمر. بيفكر بطلنا انها تتفاجئ كده ولا ايه، وبيكون متحمس رغم انه مش عارف يوصل لها، وبيلاقيها بطلنا وبيتصدم انها لسه بتجمع الكرتون وبتبيعه. بيجي الليل وبيوريها بطلنا الهديه وبتنبهر لدرجه انها عايزه تبروزها وما تلبسهاش. وبنشوف انها حضرت وليمه حرفيا، وبتكلمه بتقول له لو هو قلقان علشان الفلوس فلازم ما يقلقش ويركز في دراسته اهم حاجه. والكلمات دي بتدخل في قلبه لانه ما كانش لازم يخسر ال5000 ين. بيتكلم امه عن الواد اللي عايش معاه بنفس الاسم وانه وحيد، فبيطلب منها انه يجي، وطبعا ما بتاثرش، وهو رايح بجسمه التاني بيقابل جاي يول، وبيتصدم لانها صدفه عليه لانه جاي معاه لمدينته اللي عايش فيها امه، وبتظهر ملامح الفرحه على وش جاي يول. بيوصل له اتنين وما بيكونش البيت مترتب، وبتعتذر عن اللي حصل، وبيروح يساعدها بطلنا بجسمه التاني، وبيفهم جاي يول السبب اللي خلاه يروح علشانه. بيعرف القصه تاني من بطلنا بس بجسمه الاصلي، وبيكون باين انه بيخطط يساعد بطلنا. بنشوف تاي سونج اللي بيروح يسلم مبلغ الشهر لرئيس العصابه، وما بيكونش مبلغ كبير فبيضربه، وبيقول له كنت بتمنى منك اداء افضل من كده وشكلي هخلي حد يمسك مكانك. بيروح بعدها جاي يقول مكان فخم، وبيقول حد مهم انه ما كانش متوقع انه هيجي قريب، وبيكون ده مدير المكان، وبيستغرب انه ما راحش اليوم امبارح. وبنشوف ان جاي يقول ادى امر انه يبحث عن تاي سونج، وبيعرف كل المعلومات، واهم معلومه هي انه بيعرف الجيتسو وكمان خبير فيه. بيروح بطلنا بجسمه الرشيق يواجه تاي سونج، بس وهو خارج بيتصدم من كميه الكرتون، وبتقول امه ان ده من الفندق وانهم عايزينها تولى امر كل الاوراق. وبنشوف ان جاي يول راح لتاي سونج يتصرف معاه بنفسه، وبيطلب منه يرجع الفلوس، بس ما بيكونش تاي سونج عارف مقدار قوته، طبعا علشان كرامته مش بيخلي تاي سونج ياخد حاجه، وده ما بيعجبش جاي يول، فبيخلع قميصه وباين انه بيستعد علشان يقتله. بيلاحظ تاي سونج انه مش عادي، وده علشان خلع اي حاجه تخليه يتمسك منها، وبيقول هياخده الحته يعرف يقتله فيها، وبيخليه يقول مين اللي بعته. بنشوف ان العصابه اللي شغال فيها تاي سونج اتسرقت واتضربت منه، وده علشان مش بيكافئوه كويس، وبيكونوا كلموا حد يساعدهم، وبتتفاجئ انه جونج جون اللي بيكلموه، وبيقول لهم للاسف زمن الحركطه والشقاوه ده انتهى بالنسبه لي، بس هبقى اكلم اللي بيجمع الفلوس بنفسي. بنعرف ان الفلوس دي بتروح لجونج جون ويوي، وبسبب انه ما دخلش في القتال اللي
حصل مع بطلنا واصحابه قصاد المحتلين بتوع موقع رانا هو انهم من العيله وكمان يوي منهم، فخلى نفسه طرف محايد افضل. بيكون جونج هون كمان عنده نيه انه يراقب بطلنا بس مش عارف لانه شغال حارس عند يوي. بس بيسمع الكلام ده واحد قاعد في نفس الاوضه وبيقول له سهل سيب على الحوار ده. بيروح بطلنا المتنمر اللي قبله مع مسك بجسمه التاني وبيكون عايز تاي سونج، فبيقول له هو انا لازم اجاوبك، بس بيلاحظ ان بطلنا ما بيتحركش فبيجاوبه بسبب شكل بطلنا بجسمه ده بيعامله باحسن شكل، وبيقول له خلينا نبقى اصحاب ونشرب سوا. بنروح بعد كده المكان في بيت ما انتهاش بناءه وبنشوف ان جاي يول وتاي سونج بيقاتلوا بعض بكل قوتهم، وبنلاحظ ان جاي يول متوقع كل حركاته وقادر يتفوق عليه وما بيتمسكش خالص، وبيعرف انه بيستخدم فن السيستيما رغم تعب تاي سونج. بيقول له هخلص عليك بسرعه خلاص فما تستعجلش، وبيعصب جاي يول عن طريق انه يمسك ظرف الفلوس وبيبدا يعصبه، فبيجري عليه وبيكون ده فخ حاطه تاي سونج علشان يعرف يمسكه، ومش كده وبس بيعمل حركه مخادعه وبيمسكه من شعره في الاخر. بيكون كده تاي سونج وصل لنقطه المركز عنده قادر انه يخنقه بقوه، وبيقول له لو ما اتكلمتش حالا هخنقك لحد ما تموت. ووقتها بينط بطلنا لما بيلاقيهم وبيسأل نفسه ليه القتال بينهم ده بيحصل. ما بيكونش بطلنا محضر حاجه وبيستغل تاي سونج الوضع وبيقول ان ده اهبل اكيد لانه في الهواء وهقدر امسكه، ولما بيقرب ايده بنلاقي ان بطلنا قدر يصد ضربته بقوه، ده حتى جاي يول ما صدهاش كان بيتجنبها. بعد ما ده بيحصل بيروح بطلنا يلحق جاي يول وبيجري من تاي سونج وبيسال عنه عن اللي بعته ليه، وبتكون اول مره عينيهم هما الاتنين تيجي في وش بعض، او على الاقل اول مره بالنسبه لبطلنا في وضع مختلف عن وضع الذل. وبيلاحظ انه مع النظره دي كل الخوف اللي عنده راح زي التلج اللي بيذوب، وبيقول من جواه زي انه هو مضطر يقاتل في الاخر، وبيقعد يفكر ازاي ويعمل ايه ولا يحلها بالكلام ولا لا. بس بيحصل اكتر حاجه ما كانتش متوقعه وهي ان تاي سونج بيقول له ياخد صاحبه ويمشي، وبيكون فهم قوته قد ايه وكمان معهوش قوه خالص بسبب القتالات اللي حصلت كتير. بيحس بطلنا بارتياح كبير وبيقول بالنسبه لل5000 وقلنا اكيد شكله صرفهم فلازم اعوض امي باكتر منهم. وقتها بنشوف ان جايول بيصحى من الاغماء بتاعه وبيشيله بطلنا علشان يساعده، بس بنشوف انه اداله الظرف ب5000 يوان، وبيتصدم بطلنا انه قاتل كل ده وقدر ياخدها في الاخر، والشعور راح اختفى وبقى في شعور بالاحباط من نفسه. بيخلص اليوم وبنشوف بطلنا راح هو وامه المحل اللي جاب منه اللبس ليها، وبيكون عليه بقعه متوسخه وعايز يبدله مش اكتر، لكن بسبب التميز بيرفضوا رغم ان في واحده جت وعملت نفس الحوار، وبيكون الاحباط هيسيطر على بطلنا. بس بيجي زائر مهم وهو جاي يول وبيسلم بطلنا عليه وبيتكلموا. لما بيشوفوا الشغالين اللي في المتجر اللي حصل بيعرفوا ان مهم كده وبيغيروا اللبس فورا، وبيقول بطلنا شكله كان شغال في المتجر لفتره طويله مش مثلا انه غني خالص. بنشوف بعدها ان بطلنا رجع للمدينه اللي فيها مدرسته وبيروح للي يون وبيكلمه علشان يساعده لانه عايز يتغير ويكون مستعد لانه مش عايز يتغير في جسمه بس. بعد احداث المدينه القديمه بنعرف ان دي ما بتكونش اخر مره هيتعامل فيها بطلنا مع تاي سونج زي ما هو فاكر يعني، وده لانه كان بيبحث عنهم في كل مكان. بنشوف ان لي يوم بدأ يمرن بطلنا بقوة، وبيكون بطلنا من اولها متعب جدا بسبب جسمه، وبيسأل لو لازم يجروا وبس ما فيش اي فنون هيتعلموها، فبيقول له معايا ما فيش نقطة هنسيبها بس كل مجهودك مش هيضيع. بيجي بوم جاي وبيكون وصل لهم عن طريق الGPS زي ما انتوا عارفين، وبيلاحظ ان بطلنا بقاله 3 ايام مع لي يون ومكمل، وبيقول من جواه ده بيضيع وقت كقدنا مش اكتر، بس مش مهم هو هينسحب في الاخر. بنرجع للمدرسة وبنشوف ان جين سونج خرج من المستشفى بس بايديه لسه مكسورين، وبيستغلوا انه ما بيعرفش يعمل حاجه علشان ما يبقاش عليه التزامات، وباين انه مبسوط جدا. بنشوف بعدها ان دا يونج من المفاصل الملتهبه شغال بيزق في عربيه، وبيجي بطلنا يساعده بالعكس من كتر قوته بيزقها لوحده، وده بيحسس دا يونج ان قوته راحت. وبنروح نشوف ان في 2 بيلعبوا بالكره بتكون اتعلقت في فروع الشجر، وبيحاول بوم جاي يساعدهم بس بيسبق بطلنا وبيروح يجيبها، وبيلاحظ بطلنا ان كل ما يدي وقت معاهم بيلاقيهم ناس كويسه عكس ما هو فاكر. وكمان ده اللي بيلاحظ بوم جاي في بطلنا لانه كان فاكره شرير، وبيكون كلامه عالي وبيسمعوا بطلنا بس بجسمه الاصلي، وبيبدا يعمل نفس الطريقه اللي استخدمها على لي يون، وبسبب كلامه مساوي عن بطلنا بجسمه التاني وعن لي يون بيلاحظ انه الطف من اللي كان فاكره، وبيفهم سبب ان قائدهم بيهتم بيه وتحديدا مش شخصيه قائدهم الحاليه شخصيته في الماضي. وبنشوف فلاش باك لحياه لي يون وبوم جاي وكانوا بيلعبوا سوا كل يوم، وبنشوف ان بوم جاي دايما بيحب الخير بس بيساله لي يون حاجه مهمه، لو كان الشرير اقوى وليه البطل بيحارب عشان الناس التانيه، وبنعرف ان شخصيته مميزه
مميزة عن اي طفل تاني. وبنشوف لما دخلوا المدرسة المتوسطة بيتكلموا مجموعة من الشباب بوم جاي علشان ينضم ليهم وبيروحوا الشلة، وبوم جاي وليون سوا، وبنلاحظ ان الشلة دي هي اللي ماسكة المدرسة وبيكونوا عايزين بوم جاي يروح يدخن معاهم، بس بيقول ليون انه ما يروحش. وبيكمل وبيقول كلام بيجرح الشلة دي، فبيروح واحد منهم يضربه بكل برود، ولما بيلاقيش رد الفعل بيضربه برجله. وبسبب انه قال اللي قاله اصبح ليون هدف للمتنمر الكبير. بيحاول بوم جاي يكلمه يهون الموقف، بس بيتصرف ليون كاخ كبير وبيقول له لا الكدمات دي لعب كبار مش اكتر. وفي يوم بيكون بوم جاي هرب من الحصة عن طريق الحمام وبينزل يتمشى، فبيشوف في زاوية منعزلة فيها ليون، والاول مرة بيشوف انه بيعيط بصمت، وانه طول الوقت كان بيستحمل كل اللي بيحصل. بعد فترة اختفى ليون وبطل انه يروح المدرسة، وبيكون ده مريح بوم جاي لانه لو فضل يروح المدرسة هيبقى يومه جحيم. بنشوف انهم بياخدوا بوم جاي معاهم لمكان غريب، وبيطلع انهم رابطين واحد هناك وبيعذبوه، وبيكونوا جابوه لهناك علشان يحذروا بوم جاي انه ما يخالفش اوامرهم والا هيكون زيه. وبيقول له انه صاحبه ويقصد بكلامه ده ليون، وبيكونوا عايزينه يجي ويقول له هو هياخد كل اللعب مكانه. بيروح بوم جاي يغسل وشه من هزارهم ده، وبيكون بيفكر في كل اللي حصل لليون، وبيلاحظ انه مهما اتضرب ما بيكونش يطلع صوت وما بيصدقش انه يتحمل كل ده، وبسبب كده بيحس بالاحراج والاعجاب من ليون في نفس الوقت، وبيدرك قد ايه انه كان جبان. بيروح بعدها بوم جاي لبيت ليون وبيلاقيه قاعد على سريره، وبيقول ان وشه مش وحش خالص، وبيلاحظ ان في مناديل مليانه دم، وما بيكونش مصدق انه اتضرب بالكم ده، وبيكون فاكر انه خلاص هيجي المدرسه قريب. فبيقول له بوم جاي تعالى اوريك اللي خدناه وتسجله علشان ما يفوتكش حاجه. وبالله مره واحده ليون بيقول له ابعد الفيلم ده واخرج بره مش عايز حاجه. بيبدا يربط الخيوط وبيخرج ليه يوم من سريره، فبيلاقي ان المكتوب عليه بالدم وجلده متشال. بيعرف ان الحمى اللي جات له مش بسبب البرد، بالعكس دي بسبب كميه الجروح اللي عليه. وبيقول له كل اللي حصل لك ده وما نطقتش حتى ليه، لازم نروح ونكلمهم. بيقول له بعدها ليون ان لو خرج منه حرف ده انتصار ليهم وساب تنمرهم لانهم عايزين يعرضوا قوتهم قدام حد تاني، ولو عملت كده ليهم هخسر اكيد، وهو ما بيحبش الخساره وخصوصا لو بالطرق الزباله دي. ومن وقتها بيبدا كرهه للناس اللي شكلها حلو. بيجي تاني يوم المدرسة وبيروح بوم جاي ببدلة علشان يعتذر يوم من اللي بيحصل علشان ما يكملوش اذى ليون، بس ما بيهداش المتنمر الكبير بتاعهم وبيضربه على طول من غير كلام، رغم انه الضرب ما بيطلعش صوت، وبيكون عايز يقاوم زي ليون، وبيحس بغضب بسبب الناس اللي بتتفرج وما بتتدخلش. وبتشوف ان كمان العبد اللي بيستغلوه ما جاش، وبيتعصب المتنمر على الاخر وبيطلب انهم يراقبوا المكان، وبيطلع قلم وبيقول له انا حذرتك ودلوقتي هلعب معاك، وبيخلي الكل يبعد عينه من عليه. وقبل ما يبدا يرسم على بطن بوم جاي بنشوف ليون بيجي رغم اصابته، وبنعرف ان ليون ما قالش عن اللي بيحصل عشان المتنمر هدده لو حد عرف حتى صاحبه هيكتب على جسمه هو كمان، فعلشان كده فضل ساكت طول الفترة دي. بنشوف ليون بيقف ورا بوم جاي وقدامه المتنمرين بوضعيته اللي بنشوفها ومستعد انه يقاتل علشان صاحبه. طبعا المتنمر ما بيسكتش، بيقوم ضربه برجله وبيكون اتأثر منها، بس بيقف تاني ليون وبيكمل رغم ان قبضته وكل محاولاته ما لمستش حتى واحد منهم، بس بيكون ليون لسه مستمر ومش هيقف، وكل ده علشان صاحبه الوحيد. بنشوف بعدها المتنمرين مش مصدقين رغم كل الاصابات دي ورغم انه بينزف مكمل، واللي بيضايقهم اكتر انه ما طلعش صوت واحد منه، وبيتكلم اخيرا وبيقول لهم ما تلمسوش بوم جاي. بيكون بوم جاي كل ما القتال بيطول بيحس بالذنب اكتر واكتر، وبيجري على المتنمر القائد بتاعهم وبيطلب منه وقف كل اللي بيحصل ده، وبيكون مش قادر يبقى متفرج تاني زي الباقي. وبنشوف ان المتنمر بيمد ايده لبوم جاي في هدوء، وبيكون فاكر ان كده خلاص الحوار هيخلص، بس بيمسك المتنمر دراعه وبينزل بلكمات كتير على وشه، وبيحاول ليون يلحقه بس بيكون متكتف للاسف. ومره واحده وسط المعركه اللي من طرف واحد دي بنشوف ان واحد من المتنمرين بيطير في الهواء ومحدش بيصدق اللي بيحصل ده، وبنشوف اللي ضربه بيقول هو ده اللي ضربته المطلوب ولا حد تاني، ولما بيتاكد بيقول يا جدع دول بس واحد طار واتبقى 2. بنشوف ان الواد اللي كانوا بيعذبوه وبيخلوه يقلد الحشره جاب شخص معاه قوي، وبنشوف ان اللي جابه ده اسمه جون جو، وبنعرف ان جابه بالفلوس، وبيقول له جون جو هات 20 زياده وهتشوف الضخم اللي فيهم متساوي بالارض. وهو بيقاتل المتنمر الضخم بيقول لنا الواد ان ابن عمه اللي عايش بعيد عنه هو كمان في نفس عمرهم، وبيكون ضرب الضخم من غير ما حتى يخرج ايده، بيتعصب كايدهم وبياخد سلاح حاد وبيكون مطمن وبيقول له كده بقيت ضعيف وهنلعب بيك لعب للصبح. ولما بيشوف جون جو ده بيكون هادي وبيكلم قريبه وبيقول له كده نزود على الفاتوره حمل السلاح، بس بيبص جون جو على اللي حصل وبيلاقي ان ليه يوم مليان دم ومتبهدل وان اللي عملوا كده هم اللي قدامه، فبيقول لقريبه بص علشان العشره والاخوه هتبقى الخدمه دي ببلاش، وبيطمن لانه مش هيقلق كده من العقاب او يتسجن حتى تاني. بيقلق قريبه وبيقول ان 2 مجانين اتقابلوا الدنيا هتولع
على الاخر. بنشوف ان القائد وهو بيجري بالسلاح بيفكر يطعنه باي شكل، ولما بيقرب بنشوف ان جون جو بيضرب كرسي جابه منين او لحق يمسكه ازاي ما نعرفش، بيكون كسر له اسنانه وبيقول جون جو انت شخص ما عندكش مبدأ، بتستخدم سلاح وشكله مش واخد باله من الكرسي وفاكره ريشه. بيروح وبيقول له بعدها يا خبر ايديك الوسخين دول كانوا عايزين يطعنوني يبقى لازم نربيهم، وبينزل برجله على ايده وبيخلي المتنمر يصرخ وهو بيضربه. بيقول له تصدق انت بتفكرني بواحد متنمر في مدينتي كان شبهك كده عايز يطعني، انا بس ما عملتش حاجه يا دوبك كسرت له صوابعه كلها. بيسأل المتنمر هو ليه عمل كده، فبيقول له جون جو زي ما انت عملت انا عملت، وتخيل ان مفيش سبب علشان اضربك، وبيكون كشف حقيقه التنمر دي. وبيخلص الحوار وبيروح لي يون لعند جون جو بيسأله ازاي يكون قوي زيه، فبيتكلم جون جو كانه بيحضر وصفه وبيقول كل اللي عليك تعمل 100 تمرين ضغط و100 تمرين شد بطن وتجري 10 كيلو كل يوم، وحبذا لو تضيف الجيم. وبسبب الوشوم اللي اترسمت في جسم لي يون كله بنعرف ان لي يون اتصاب بخوف شديد من الابر، وعلشان يساعد بوم جاي بيرسم على صدره صورة طائر، وده بيشجع لي يون وبيروح بيكون خايف طبعا بس بيتشجع وبيعملها. بتخلص حكاية بوم جاي عن ماضيهم بكل تفاصيله، بيكون مش مصدق ان لي يون لسه بيتمرن لحد دلوقتي، لكن بيقطعهم صوت درجات نارية عالي وبيتصدم من اللي داخلين عليه لانهم هم نفس المتنمرين اللي ضايقوهم في الماضي. بينزلوا من على دراجاتهم وبيكونوا بيشربوا كلهم، بس بنشوف الضخم اللي فيهم واللي بنعرف ان اسمه هو سيونج بيو، وبيكون بيبص على لي يون وهو بيتمرن، وبعدين بيلاحظوا ان بوم جاي بيبص عليهم مع بطلنا، وما بيكونش اتعرفوا على بوم جاي بسرعه بس بسبب ودانه الكبيره بيعرفوه، وبيقرروا يخلصوا عليه بسرعه بس ما بيقربوش من الشخص اللي بيتمرن لانه باين انه واحد من رجال العصابات وخايفين منه. بس بيكون ليون خلص تمرينه وبيروح يكلم بوم جاي، وده اللي بيصدمهم كلهم لان الواد الضعيف اللي كانوا بيتنمروا عليه يعرف واحد من رجال العصابات ازاي، وبيحللوا تصرفاته وبيكونوا فاكرين انه بيقول لهم يمشوا بعيد، وبيقولوا هو علشان قريب منه هيغير معاملته معانا ولا ايه، وبيتضايق الكبير بتاعهم لانه بيتجاهلوا بالشكل ده، وبيشوفوا انه سابوا شخص وبيكون ده بطلنا، وبيروحوا بكل غضب بيقولوا له لازم تكلمنا. بيكونوا لسه هيسالوا بطلنا عن بوم جاي، فبيجي بنفسه وبيقول لهم مستعجلين ليه يعني اهو جيت بنفسي. ولما بيعرفوا المتنمرين ان راجل العصابه مش معاه بيفرحوا، وبيمسك القائد بتاعهم سكين، فبيقول له شايف الندبه دي هعمل لك زيها فافتكرها. بيقول له بوم جاي شكلك ما اتعلمتش من اخر مره، انا يا دوبك هطلب منكم توصيله. بس بينط عليه القائد وبيسمعوا بوم جاي احلى طرقعه في ودنه، وبيكون ضربه بنفس الطريقه اللي اتضرب بيها من 3 سنين ولسانه بتقع، وبيحاولوا الاثنين يلحقوا ايدهم بس بياخدوا نصيبهم من الضرب. وبيقول بوم جاي ده انا تعبت جدا لدرجه ان قربت اكون اصلع، وبكده بيكون قدر انه يخلص من المتنمرين دول بنفسه المره دي وبيرتاح من شرهم. بنشوف بعدها حد بيحكي وبيقول ان في كلبة ام من نسل عريق وجميل بتخلف جاره، بيكون التنمر عليه زيه زي البشر حتى الكلاب ما سلمتش منكم. وبنشوف الاهل بيحمدوا ربنا انها جاره واحد بس، وبتكون الكلبه دي واثقه انها هتبقى زي امها، ولما بتعرف صاحبته بالتهجين اللي حصل ده بيبدا الاختلاف والتفرقه الكبيره بينها وبين امها. وفي يوم بتنتقل البنت دي وبنشوف انها سابت الكلبه بتاعها وخدت الام، وبتتبهدل الكلبه دي جدا، وحتى لما بيعدي فتره بتنبح الكلبه على اي حد بيقرب لانها فاكره انه هيسرق البيت بالشكل ده. بينتقل بين المشهد وبنشوف ان في طالبه جديده انتقلت للمدرسه بتاعه بطلنا، وكمان القسم بتاعه والكل متحمس لانها بنت، بس لما بيشوفوا شكلها بيحبطوا، وده لانها عامله زي بطلنا في جسمه الاصلي. بنعرف ان البنت اسمها هو تشوي سو، ولما بيشوفها بطلنا بيستغرب لانه السنه الدراسيه قربت تخلص، وبيقولوا ان شكلها مألوف بالنسبه له. وبنشوف ان تشوي سو بتكون متعوده على الاحباط ده، وده بيحصل كل مره بتتنقل فيها من مدرسه. وبنشوف ان المجموعه اللي بترحب بيها عندها طاقه، وده لانه بيتم تجاهلهم زيها. وبتقول ان المدرسه هي المكان الوحيد اللي ما بتكونش هي فيه مثيره للاهتمام، وباين من بعد الجمله دي ان وراها سر خطير. ما بيعجبش بطلنا كميه التنمر اللي بتحصل لانها بتفكره بالماضي بتاعه، فبيقرر يكسر كل ده ويروح يتعرف على تشوي سو، وبيقول لها ان عاوز يكون صاحبها، وبتنبهر ان في حد زيها بيكلمها وانه مهتم بيها، وبتقول انها مش بتحب الناس الوسيمه، وبتكون بتقول كده لانها شافت اكتر من شخص كان كويس معاه في الاول واتغير بعد كده، وبتكون مستغربه ان بطلنا عايش في المكان اللي هي فيه، وده لانه من شكله باين انه غني. وبتقول صحيح اي شخص وسيم كل حاجه بتبقى جميله علشانه وبتتقدم له على طبق من ذهب. بيخلص اليوم وبنشوف تشوي سو مروحه وبتكلم نفسها انها بتكمل المدرسه علشان تتخرج مش اكتر، فهتتصرف زي ما بتعمل في العادي، وهي انها تكون ميته، وده لانها بترتاح اكتر في الوحده. بنشوف بعدها ان جين هو فرقته من قسم الغناء بيضربوا الكلب اللي اتكلمنا عنه من شويه، وهو بيفضل ينبح فيهم وبيستغربوا من الكلب وبيقولوا انه مجنون، وعلشان جين هو يأدب الكلب ده بيقرر يطفي السيجاره في مناخيره. ما بيكونش عنده ذره رحمه، بس بتيجي تشوي سو تقف قدامه وتمنعه من اللي بيحصل، وبيكونوا بيتكلموا عليها بشكل سيء. بس بالصدفه بنشوف بطلنا معدي وبيلاحظ اللي حصل
حصل، فبيقول لهم بتضايقوا حد من فصل تاني، فبيطلب منها تيجي بس ما بنعرفش ايه السبب. بنشوف تاني يوم في المدرسه وتشيو سيو ماشيه بسرعه ومعاها كتب كتير فبتقع غصب عنها، بس بيلحقها جين سونج برجله، ده لان الجبيره ما اتشالتش لسه من عليه، وبيعتذر لها علشان ما عرفش يتصرف غير كده، وبتستغرب انه انقذها وهو من نفس فصلها. وبنشوف بطلنا بيوصل وبيسمع التنمر عليها فبيروح يساعدها وبيمسك هو الاوراق، وبتتضايق شويه وبتستغرب انه مؤدب جدا بالشكل اللي ما شافتوش ده في حياتها، وبيتاكد انها راحت لبيتها بامان امبارح. بتعترف تشيو سيو باللي جواها وبتقول له ما يمثلش تاني عليها وانها فاهمه نيته، ولو فضلت كده معاه الامور هتكون اصعب عليا. وبتشوف في مكان تاني في المدرسه حد بيتكلم وبيقول شكلها بتلف حوالين هيونج وقصدهم بكلامهم على تشيو سو، فبنشوف انهم بيضايقوها علشان بتقرب منه، وبسبب كده بنلاحظ ان حتى الشله اللي شبهها بيسيبوها وبترجع وحيده تاني بالشكل ده، وكل ده بيحصل في السر. وبيخلص الوقت الدراسي بنشوف ان تشيو سو مروحه وبيجي الكلب عليها وبينبح، بس ما بتكونش عارفه السبب، لكن بتلاحظ من بطنها انها حامل وان اصحابها رموها في الشارع، وبتكون تشيو سو عايزه تاخدها بس هي مش بتتحرك من مكانها للاسف. بتحاول تاكلها، وقت ما هي بتحاول بيجي بطلنا وبيكون جيهو كمان بياكلها، وبيستغربوا من كده انه وسيم وعطوف. بتقعد تشيو سو تعرفنا شويه عن الكلبه دي وان اسمها هو اينو، هو كانت تبع عيله لكن سابوها وانتقلوا بعيد. بيبص بطلنا لتشيو سو وبيقول انها طيبه وكويسه، لكن بيكون مستغرب من كلامها اللي قالته من فتره، وهو انه ما يكونش معاه طيب كده، وبيقولوا انها بس محتاجه لشخص كويس حواليها. ولما بيجي يكلمها بطلنا بتقول له شكرا على مساعدتك بس انا مش عايزاها لانها شفقه كده، وانا عامله زي اينو بقاتل لوحدي واقدر افوز لوحدي كمان. بينصدم بطلنا من كلامها وبيكون فاكر انها زيه، بس بيقول ان تشيو سو طلعت مختلفه تماما عني، بالعكس دي اقوى مني وما بيكونش فاهم يعمل ايه. بينتقل بينا المشهد وبنشوف في بيت فخم وبنسمع صوت واحده بتتكلم وبتستغرب من بطلنا، وبتكون دي البنت اللي بتقابل بطلنا في المتجر، وهنا بتنصدم لان حالتها نفس حاله بطلنا وبتعيش حياتين مختلفين كل 12 ساعه، وبتبدا حياتها الحقيقيه بالليل وبتقرر تبدا شغل، لكن اول حاجه تعملها وهي انها تزور المتجر اللي فيه بطلنا. بتخرج وبيكون جوين جوم مستنيها وبتكون رايحه لرئيسها واللي هو في نفس الوقت ابوها، وبتقول لنا تشيو سو ان الوحيد اللي عارف سرها هو ابوها. بنعرف ان ابوها معروف وبيروح اجتماعات كتير فبياخدها معاه، وده علشان المصالح تخلص بشكل اسرع وافضل، وبيكون حقدها للي عندها ده بسبب ان كل الرجاله بيعاملوها كويس بجسمها الانيق. وبتروح تطمن على اينو بس بتسمع انها بتنبح وفي حد جاي فبتجري ناحيته، وبيطلع ان ده بطلنا بجسمه الاصلي. وبيتصدم بطلنا وبتكون اول مره يتقابلوا باجسامهم دي بره المتجر، بيتكلموا وبيعرف بطلنا انها من نفس سنه، وبتلاحظ تشيو سو انه شخص بيراعي الحيوانات، فبيقول لها بطلنا ان اينو حامل وانها لازم تاكل علشان تقدر تستحمل، واكتر حاجه بتقلقه بخصوص وزنها لانه قليل جدا. بتلاحظ تشيو سو كل الصفات الحلوه اللي في بطلنا وانه عايز يتغير، وبتكون عايزه تساعده وبتعرض عليه يتمرنوا سوا، وبيفهم بطلنا اخيرا شعور تشيو سو اللي معاه في المدرسه، وبيرد عليها نفس الرد اللي اتقاله، وهو ان اينو بتقاتل لوحدها وانه عايز يبقى زيها وهينتصر. بتنبهر تشيو سو اللي قدامه من اللي حصل ده، وبتلاحظ انه قوي جدا، وبتقول انها كانت مشغوله دايما في انها بتعتمد على الناس التانيه، بس بنسمع صوت بيقاطعهم وبتكون دي هانيول، وهي بتساله انت قافل المتجر ليه وبتعمل ايه ومع مين دي، وبتقول له يلا انت بتخلي الزبائن تستنى كتير كده. بنشوف ان اينو بتتألم وده لانها قربت تولد، وكمان بنعرف ان بطلنا خد منها الوشاح لسبب ما نعرفوش، لكن رغم كل ده بتحاول تقاومه. وبنشوف ان في مطر عمال بينزل، وبنلاقي ان بطلنا راح لعند اينو اللي بتدافع زي كل مره، بس المره دي اشرس وبتكون اصابت بطلنا في ايده، بس بيكمل وبنعرف انه جاب ليها مكان تقعد فيه وتحتمي من المطر، وده مؤقت يعني، وبيرجع لها الوشاح بتاعها وبتنبسط، وبسبب انها هديت الم الولاده بدا، وبنشوف انها قدرت تجيب 4 اجراء صغيره بنجاح. وبيروح بطلنا بيقدم لها حساء اعشاب، وبيكون هم بطلنا انها تاكل لانها رافضه حد يقرب ورافضه الاكل، بس لما بيبعد شويه بنشوف انها خرجت تشرب من الحساء اللي جوه بطلنا، وبيكون بطلنا مبسوط لان ده انتصار كبير. وبتكون تشيو سو بتراقبه وبتلاحظ انه طول الليل مهتم باينو، وده بيبسطها جدا. بنشوف ان تشيو سو بعض الاوقات بتشتغل بالنهار بجسمها الرشيق ده، وبتكون في مهمه مع ابوها بتلاقي قدامها واحد اسمه هونج جي تي، وبيحاول يصاحبها بس بان علامات الرفض. وبنعرف اكتر ان هونج جي بيكون هو الابن الاول والاكبر لشركه اتش الكبرى، بيكون بيحاول يفتح معاها اي كلام او يعزمها على اي مشروب، وبنعرف انه بيخلق اعذار كتير علشان يشوفها، وانه بيتصل بيها كل يوم، وبتكون مصلحته والد تشيو سو من هونج جي انه مصاحب ناس اغنياء مش اكتر. وبتقول رغم كل حاجه الرجاله متشابهه، وبتكون غابت عن مدرستها كام يوم، ولما بتبدل بيكلمها حد بيقول لها انت لسه جديده وبتغيبي، كمان جالك استدعاء ولي امر علشان نفهم المشكله، وما بتعرفش تتصرف ازاي، فبتقول انها عندها اخت كبيره وبتكون بتفكر في جسمها التاني. بتروح تشيو سو بينبهر بيها المدير وبيقول ازاي عندها اخت توأم وانتوا مختلفين جدا، وبتخلص الاستدعاء وبترزع الباب. بنشوف بعدها في فصل بطلنا البنات بيتكلموا ان تشيو سو ما جاتش
بتاكلش بقالها كام يوم، وبيقولوا شكلنا السبب وبينادوا على يوي، وبتقول لهم انا ماليش دعوه، انا ما اتعاملتش معاها كمنبوذه. بس بيروح جين سونج وبيكلمها وبيقول لها انت زودت الحوار، عملتي ايه اخر حاجه ليها؟ بنشوف 3 خرفان اقصد معجبين بينطوا وبيقولوا ان يوي ما عملتش حاجه في الاخر، وبيتعصب عليهم جين سونج وبيقول لهم شكل عروكم طار، عايزين مني ارجعه ليكم؟ بس طبعا لما بتدخل ميت جين الفصل جين سونج بيقلب كلب بلدي وبيقول لها انا مش بتعارك تاني خالص. بتدخل تشيو سوب جسمها رشيكو وبتقول لهم اهتموا باخت التوأم مش اكتر، وبينصدم كل من بطلنا وهان يول منها، وبتلمحها تشوي سو بتكون عايزه تعرف شكل العلاقه بينها وبين بطلنا. وعلى الناحيه التانيه بنشوف يو اللي بان انها متضايقه جدا، وبنشوف اللي بيطبلوا ليو بيختفوا وبيقولوا ما حدش بيتنمر عليها وبيوقف يا يو هزارك التقيل. بتشوف بعدها تشوي سو ان بطلنا بيبص لها وبتفتكر ان هزقته في المهرجان اللي حصل، وبتقول شكل كرامته جرحته وما بيكونش كل واحد فيهم فاهم نية التاني. بنشوف بعدها بطلنا بيروح يزور اينو وبيلاقيها رجعت لصحتها تاني وافضل من الاول، وبيلاحظ انها مش بتاكل غير الاكل اللي بيحطه بطلنا ليها، وبسبب ان صحتها رجعت كذا شخص حاول ياخدها بس معرفش. وهو بيمشي بيشوف الجراء الاربعه بيجروا على بطلنا، ولما بتشوف اينو المنظر ده بتقتنع اخيرا انها تبقى مع بطلنا وبتديله الوشاحه، وبتكون دي عيله جديده كونتها. وبعد كام شهر بنشوف بطلنا بيصيح على المصاريف انه بيجيب فلوس لشخصين وكمان 5 كلاب، فلازم يوفر كتير، وبيقول له جين سونج يوزع الجراء لحد تاني، فبيرد عليه بطلنا انه يحس بالاسف على اينو، وبيقولوا ان الشرط الوحيد اللي هيخليه يعمل كده هو انه يقدر يزورهم. وبنعرف ان اللي خدهم من بطلنا هو جاي يول، رغم انه بيخاف من الكلاب بس خدهم. تحس ان عقله مش موجود وهو بياخد القرار ده، بس بيكون مبسوط بقراره. بيعرف ليون الخبر بتاع الكلاب وبيتحمس يشوفهم لانه بيحب الكلاب، بس بيقولوا بطلنا للاسف الام لسه حساسه فمش هقدر اجيب حد عند الفتره دي، لكن بتكون دي حجه علشان ما حد يشوف جسمه الاصلي. هو وسط ماما بيتكلموا بيدخل شخص غريب وبيقول لهم انا عندي كلب من نفس النوع، وبيكون النوع ده اسمه مستكشف ذهبي، وبيتحمس ليون من الحوار. بس بنشوف بوم جاي بيقول له هو انت من فصلنا اصلا، وبنعرف ان اسمه هو بارك تي جون ولقب هو الكاذب، وبيحب يفضحه بوم جاي وبيقول له طب قول لي حجم الكلب المستكشف الذهبي ده، فما بيعرفش بارك تي يقول حاجه، وبيضحك عليه بوم جاي وبياخد معاه ليون وبيمشوا. وبنعرف ان كذبه ده علشان بس عايز الناس تنتبه ليه ولوجوده. بنشوف ان بيحاول يكون مشهور على تطبيق الفيسبوك، وهو مش كده وبس بيحاول ينزل فيديوهات تشهره بكل الطرق بس مش نافع، وبيكون مهووس بالبنات الجميلات وبيتمنى ان واحده مميزه ترد عليه، وبيكون فاكر انه لما يبعت لها كل يوم هترد. بسبب انه جاب اخره بيكون شعور الحقد كبر جواه اكتر واكتر. وبنشوف انه طلع يصور نفسه بينادى على واحد اسمه تشين داي هون، وده راجل عصابات مشهور على فيسبوك، وبيتريق عليه. ما بيصدقش ان ده حصل وبيقول لو الامور اتطورت هيمسحه بسرعه، ولو مفيش رد وصلها هيمسحه تاني يوم. وبيروح ينام وبيصحى وبتكون الامور عاديه لحد ما بيفتح الفيسبوك، وبنشوف لاول مره في حياته 70,000 اعجاب وعدد متابعينه وصل ل 10,000، وبينبهر انه بقى نجم فيسبوك كده اخيرا. بنشوف بعدها واحد ماسك مضرب وبيعذب شخص تاني وبيقول له بجيب 70 مليون وون تكلفه العربيه اللي سرقتها، وبيكون اللي بيتكلم ده شين داي، وواحد من عصابته بينادى عليه علشان يشوف الفيديو اللي اترفع من بارك تي، ولما بيشوفه بيضايقه وبيكون عايز يعرف عنه. بيروح بارك تي المدرسه وكل انظار بتكون عليه اخيرا زي ما كان عايز، وبيبدا يكون مغرور بسبب كده. بنشوف ان هيونج ده عايز بطلنا يطلع معاه علشان يشير على الفيسبوك بسرعه، وبيقول بطلنا انه كان اتشهر عليه قبل كده لما اتضرب اول مره من جين سونج. بيقوم جين سونج وبيكلمه وبيقول له اسكت عايز انام شويه، بس للاسف بيتكبر عليه يونج دو بيقول له لما اكون عبد عندك يبقى سكتني، وبيكون مطمن لانه لسه ما خلعش الجبيره. بيحاول جين سونج يتعارك معاه بس بطلنا بيلحقه وناس تانية بتمسك في هيونج دو، وبيقول على جين سونج انه ما كانش صاحب لحد وشايف الكل تابعين ليه، هو بس بيهدي الجو الفترة دي مش اكتر. وبيقول له انه كل اللي بيقرب منه علشان بس يكونوا مطمنين. بنروح لعند بارك تي اللي فيديوهات تفاعلها بيقل جدا وما بيرضاش لانه عايز يفضل محافظ على الشهرة دي، وبيتجنن جدا لدرجة انه بيحلق شعره. على الناحية التانية بنشوف ان مساعدين شين داي جابوا معلومات عن بارك تي ومستنيين يعملوا حاجة عنه ولا لا، فبيقول لهم يتجاهلوه لانه في منه كتير ومش لازم نركز على الاطفال دول. بنشوف ان في الاخر بارك تي بيقرر يتحالف هو وهيونج دو بيصوروا فيديو عن شين داي، وبيلاحظ انه لما بيستهدفوا الاعجابات بتزيد اكتر واكتر. بيكرروا الحوار كده وبيوصل لهم ان واحده من شركات مستحضرات التجميل عايزاهم يعملوا اعلان ليهم مقابل 10 مليون، وبيشوف بارك تي الرسائل بتاعته وبيلاقي ان كلها بتقول ان شين داي هيمسكوا ويقتلوا. ما بيكونش فاهم وبيشوف فيديو بيتكلم عنهم وبيروح يشوفوا ان فعلا غضبوا وبيقرر يستهدفهم وهيرد عليهم بشكل حقيقي، وده عن طريق انه يمسكوا
مسكهم. وبنشوف ان ملامحهم بقت كلها رعب. بيشوفوا بارك تي وبيبدا الرعب يدق في قلبه. وبيسال هيونج دول لو يعملوا فيديو اعتذار، بس بيزعله وبيقول له لازم تقفل تليفونك بالشكل ده، وانهم لو فضلوا مكانهم الحوار هيتحل لوحده وهيرجعوا لبلدهم والامور هتهدى كده. بيتكلم بارك تي وبيقول ان محدش يعرف بيته وما عندوش صحاب اصلا، وبيكون مش قادر يقعد دقيقه لوحده من غير التليفون. وبيلاحظ ان تعليقات الناس على الفيديو وصلت ل 100,000، وبيقولوا ان لو نزل فيديو دلوقتي هيلم اعجابات كتير. وبيشوف الرسايل وبتكون دي الصدمه، ولان البنت المشهوره اللي بيحبها بترد عليه اخيرا زي ما كان بيحلم. ومش كده وبس، دي بتكون كمان معجبه بيه وبيكون مبهور جدا، بس بياخد منه التليفون هيونج دو. وبيلاقي ان بارك تي ظبط انهم يروحوا سوا للبنت المشهوره دي، وفعلا بيروحوا المطعم وبيكونوا مستنيين وهو بيجي وبيتصدموا الاتنين سوا، بس ما بنعرفش حصل ايه. بنشوف بعدها ان المساعدين بتوع شين داي وصلوا فعلا لعند المدينه اللي فيها بارك تي وهيونج دو، وبيقابلوا جين سونج وبيسألوا عليهم، بس بيقول لهم ولا عمر شفتهم. وبيمشوا وما بيعجبهمش الطريقه بتاعته، وبيكون الضخم اللي فيهم عايز يضرب جين سونج، بس بنشوف ان رجل جين سونج وصلت لعند راسه وبيستغرب من سرعته دي. وبيقول له جين سونج على اخر الزمن عايزين تقتلوا واحد مصاب، بس من وراه بنشوف شين داي بيجي بالمضرب وبيضرب جين سونج بالمضرب، بس بيصد بالجبيره وبيضربه تاني، والمره دي بتسيبه وبيقع على الارض. وبيقول له شين داي انت ما تعرفش احنا مين وبتتحدانا وانت فاشل وايدك مكسوره. بنرجع لعند بارك تي وبنشوف انه مش مصدق ان المشهوره دي قابلته اخيرا، وحاسس انه طاير من الفرحه، بس بنعرف انه شكلها على الفيسبوك مختلف تماما عن الحقيقه، وبيكون ده بسبب سحر التغيير الخاص بالصور. وبنشوف ان صاحبتها اللي جت معاها كمان مختلفه تماما، وبيكون هيونج دو متضايق جدا من اللي حصل، وبيتحجج انهم هيجيبوا دراجاتهم الناريه ويجوا، وده علشان عايزين يهربوا. بيخرجوا فعلا وهما بيتكلموا سوا عن اللي حصل، وبنشوف ان في عربيه جنب هيونج دو بتفتح بابها وبتخبط فيه، وبيكون واقع على الارض من قوه الخبطه، وبيكون ده بسبب شين داي اللي وصل لهم اخيرا. بنشوف ان شين داي نازل ضرب في بارك تي وبيخلع منه القبعه بتاعته علشان الناس تشوف صلعته، وبيروح لهيونج دو اللي بيكون اغمى عليه من الخبطه، بس ما بيكونش عاجبه وبيضرب راسه علشان يصحيه. وبيجي راجل عجوز بيزعق ليهم علشان يوقفوا اللي بيحصل. بنشوف ان تشين رغم اللي عمله بس بيسمع كلام الراجل العجوز، ومش كده وبس بيحترمه وبيرفع له القبعه كمان. بنشوف بطلنا وهو بيشوف الاخبار على الفيسبوك، وكمان الكلام بينتقل في المدرسه، وبنشوف جنبه جين سونج واللي بيكون حاسس بالذنب والكره لانه اتضرب بالمضرب من شين داي. بيطلع شين داي في فيديو على فيسبوك وبيقول كل اللي حصل وانه مسكهم وضربهم، بس للاسف بارك تي قدر انه يهرب منه. وبنشوف انه مستخبي في شارع جانبي هادي وكل علامات الرعب ظاهره عليه، وبيجي حد بينادي باسمه وبيكون فاكر انه اتقفش من شين داي، بس بيطلع انهم اتنين من معجبينه وعايزين ياخدوا صوره معاه. وبنشوف ان رغم كل المصايب اللي بتحصل بيقولوا انه مش قادر يمسك نفسه وعايز ينزل فيديو على فيسبوك، ما بيترددش بيصور نفسه وهو بيقول انه مش عارف ازاي شين داي مسكني، بس مش مهم لاني مش هتمسك تاني، وانه مش خايف. وطبعا كل ده مش من قلبه. بنعرف ان شين داي قدر يلاقي بارك تاي وهيونج دو ده لان البنت المشهوره ريون قالت له على مكانهم بالتفصيل، وكل ده كان متخطط. وبنشوف انه بيعزف في هيونج دو وهو بيصور مقطع علشان يفهمه غلط ويكسب مشاهدات منه. بنشوف بعدها ان جين سونج بيقوم وبيكون بطلنا فاكر انه هيروح يبحث عن هيونج دو، بس بيقترح بطلنا انهم يروحوا يبلغوا الشرطه، بس بيقول له جين سونج انه يشغل مخه شويه، لو عملنا كده مش هنستفاد حاجه غير اننا هنضيع وقت ونسمع محاضره ملهاش لازمه. هو كمان مش بعيد لما تدخل تتضرب شكلك ما خدتش العلقه بتاعتهم. هو بيمشي جين سونج وبيقول ان لازم شين داي يدفع تمن حاجه معينه عملها، وحاجه كمان وهي انه عايز يرجع التابع بتاعه. وبنشوف عصابه المفاصل الملتهبه مستنيين يشوفوا يعملوا ايه، وده لان بارك تي معاهم في القسم، وبيقول بوم جاي ما نقدرش نتدخل لان هو اللي بدأ للاسف. وبيكمل وبيقول انهم لو اتدخلوا كده هتبقى في حرب عصابات بتحصل، والمشكله الاكبر ان شين داي مشهور فاكيد في ناس هتساعده. وبنعرف معلومه مهمه وهي ان في تنظيم سري قانوني بيجمع الفلوس من ناس معينه في المنطقه، وبيكونوا الناس دول المتنمرين ومطلوب يسددوا مبلغ معين كل فتره. فبيخمن موب جاي انه مش جاي غير علشان ياخد فلوس منه ويمشي. بعد ما بيسمع الكلام ده كله ليه يوم بيقول لهم بما ان المقاتل ما بيتحركش فهو هيروح لوحده بالشكل ده. بنشوف ان شين داي وعصابته وصل المكان اللي مختبئ فيه بارك تي، وبيتوتر بارك تي وبيقول انه هيهرب وهيروح الريف ويحجز تذكره، بس بسبب ذكائه ده بيعرف شين داي انه يلاقيه، وبيكون في العربيه وبيصور لجمهوره انه مسكهم، وبيعاملوه بكل قسوه، وبيوعد الجمهور ان المره دي هيتاكد انه ما يهربش. بنشوف ان بطلنا وجين سونج وصل موقع بناء، وبيكون ده المكان اللي قال عنه شين داي انه خدهم لهناك. وبيقول جين سونج مش لازم يتفاخروا قوي ده لان من غبائهم قالوا مكانهم. بيكون بطلنا عايز يحل الحوار بالكلام، وده لانهم عاملين زي العصابه بشكل حقيقي فعلا. ومره واحده من جنبهم بيظهر لي يونو وبيتصدموا انه وصل معاهم.
وبيقول لهم ما تتغروش، انا بس مش جاي علشان اساعدكم. بيستغربوا ان جه لوحده وبيقول لهم ما تقلقوش، اقدر ابعت رساله عن طريق التخاطر لبوم جاي. وبنشوف في نفس الوقت بوم جاي بيشوف موقع قيادهم من على تطبيق العاشق. بنشوف ان تشين داي مخلي بارك تي وهيونج دو من غير اي لبس، وبتكون درجه الحراره 17 تحت الصفر. وبيفتح فيديو على فيسبوك وبيقول اقترحوا طرق تعذيبه واللي تعجبني هطبقها فورا. بنشوف ان تشين داي طلع كيس، وبنعرف ان الاكياس دي بيكون في منها دافي وفي منها بارد وبتستخدم لتدفئه الايد. وبيقول له بعدها الناس حبت لما هربت ودلوقتي هتهرب ومش بشكل عادي، لا هتنط من الدور الثالث. طبعا ما بيعجبش بطلنا واصحابه الكلام ده، فبيدخلوا عليه بفخامه. وبتتعرف العصابه على جين سونج وبيقول له شكلك ما حبيتش تضرب لوحدك وجبت صاحبك معاك. وبيقول له شكلك ناوي تنضم ليهم واعمل منك محتوى. وبنعرف انه كان عايز يقتل بارك تي وهيونج دو فعلا، بس لما شاف المتابعين زادوا انبهر وقرر يعمل منهم محتوى ويكسب فلوس كتير. هو تمن حسابه حاليا وصل ل 50 مليون وون، وبيكون هياخد حساباتهم هما الاثنين، وبكده هيكون معاه 150 وون حاليا، وده كفايه جدا كتعويض. بيجي ليه يون بيكلم بارك تي وبيقول له انت السبب في كل ده، اعتذر علشان اعرف اتدخل. وبتكون دي ادفع حجه سمعتها علشان حد يدخل في قتال. وبنشوف بعدها ان بارك تي بيبدا يعيط وبيقول انه ما كانش عايز كل ده، بالعكس كان عايز الناس تديله انتباههم مش اكتر. وبيجي ليه يون ياخد بايده علشان يمشوا، بس بيوقف واحد من العصابه وبيمسكه من هدومه، بس مره واحده بيتصدم من اللي شافه. بيكون اتصدم من الوشم لانه بيشاور المدرسه القديمه وريزومي. وبنشوف ان تشين داي بيركز على جين سونج وبيقول له يعني هتقتلني وانت كده؟ ده انت هتكون محتوى تحفه ليا. فبيقول له جين سونج الاحسن انك ترجع تمسك مضربك تاني بدل ما تندم. وبيبص لوضعيته وبيقول حتى كمان فاشل في تقليد الملاكمين. ويا دوب خلص الجمله قام جين سونج خلاه يشوف النجوم في عز الظهر. بيكون جين سونج ضربه مرتين وبيقول له مش قلت لك امسك المضرب تاني احسن لك. وبيروح يدي لهيونج دو جاكيت وبيقول له البسه بدل ما يجيلك برد ويلا نرجع للبيت. وكله جنبه اول مره يشوفها هيونج دو. بيحاول اتنين اللي مع شين داي يتصرفوا، بس بيجي ليه يوم بيمسكهم وبينفذ عليه قبضه هرقل وبيقع على ركبتهم. وفي الاخر الحادثه خلصت كسيناريو مزيف. بعد لما بيصوروا الحوار وبيظهر بطلنا في الفيديو بترتفع المشاهدات بشده، وبيقول بطلنا ان كل اللي عمله بارك تي انا عملته في فيديو صغير. بعد اللي حصل بنشوف ان شين داي حاول يرجع تاني وبيشتم فيهم، بس نزلت شعبيته، لكن مع الوقت رجعت تاني لمكانها من غير حوادث. بسبب الحادثه اللي حصلت بيتغير هيونج دو. بنشوف ان جي هو ما جابش لبسه الرياضي ومتوتر، فبيجي هيونج دو يقدم له لبسه هو وبيقول له انا مش هحضر كده كده فروح انت. بيروح ليه يون ومعاه بوم جاي لبيت بارك تي وبيطلع مكذبش وعنده كلب مستكشف ذهبي، وبيكون حصل على اللي هو عايزه اخيرا ووشه اتحسن. بنكمل وبنشوف ان بطلنا وجين سونج وجايو رايحين الكافيتيريا ياكلوا، بس بيجي واحد بعربيه فخمه وبان الثراء من لبسه، وبيكون بيدور على بطلنا ووصل لهم بسهوله وبيديله بطاقه لامعه وبتكون بتخص متجر الملابس. وبنعرف ان الشخص ده مشهور هو ومتجره بتاع الملابس، وبيكون عايز يشغل بطلنا ب100,000 وون للساعه. وبيتصدم بطلنا من المبلغ وبيقعد جين سونج يحسبه وبيقول تستجدع كده يا هيونج وتشتغل 6 ساعات في اليوم هتكسب لك 600,000 وون. هما بيتكلموا. بنلاحظ ان في شخص محبط جدا وصامت هنعرف قصته كمان شويه. بنشوف بعدها بطلنا انه رجع لبيته وغير اجسامه، وبتكون امه زارته ده علشان يقضي العطله الاسبوعيه معاه علشان عيد ميلادها. بتلاحظ امه ان في لبس كتير لصديقه اللي معاه لكن هو ما عندوش حاجه تقريبا، وبتحس بالاحباط من كده فقررت انها تشتري لابنها لبس. قبل ما يدخل بيكون الطلاب اللي مع بطلنا في المدرسه شغالين في المتجر اللي اشتغل فيه بطلنا بمبلغ عالي، وبيقولوا ان كسب في اليانصيب اكيد لان عنده كل حاجه. وبيروح يتجادلوا مع الرئيس يرفع اجارهم، بس بنشوف ان الرئيس لما بيشوف بطلنا وامه بيقول لهم اسف قفلنا علشان في اجتماع. بيكمل وبيقول حتى لو مش قافلين مفيش حاجه على مقاسك، ولو مفيش السعر مرتفع جدا. وبعد لما بيخرجوا بيتنمروا عليه زي ما بيحصل كل مره. بيجي تاني مره وبنشوف ان في شاحنه خاصه بالمشاهير وقدامها بيكون موجود كذا شخص وبيكونوا بيصوروا علشان يعملوا اعلان لمحل تجاري. بتتفتح الشاحنه وبنشوف شخص شايل شنط كتير وبيكون هو اللي تعابيره فيها احباط، وبيقول شكلهم بيستعبدوه عندهم بس ما يتوقعوش ان اللي بينزل من هناك هو بطلنا. وبنفهم ليه انضم للشخص ده، وبنشوف ان هو جاله مع جين سونج وطلب انه يكون عارض لصفحتهم الالكترونيه. وبيقول الحقيقه ان متجره جديد وما فيهوش فلوس حاليا. بنشوف ان الشخص اللي كان بيحقد على بطلنا قاعد بيبذل احسن ما عنده وبيطلع نفسه بشكل كويس علشان يحاول يكسبه، وبيكون فاكر انه لما بصله حس بالتهديد، بس بطلنا اصلا مش عارف يعمل ايه. وبيلاحظ ان جاي هي اللي معاه بتبدا انها تقع في حبه رغم انه ما عملش
حاجه. بيتصدم بطلنا لما بيشوفه بيعمل حركات كتير وبيقول يا سنه سودا، هو انا لازم اعمل كل ده؟ بس بطلنا بيبدا يعمل حركه بسيطه الكل بينبهر لدرجه ان المكان بينفجر من اللي حصل، والكل بينتبه لبطلنا وبيكون عايز ياخد معاه صوره. طبعا جاي هي ما بتستحملش وبتروح تعرف عليه وتطلب انها تكون صاحبته، وبنشوف ان جاي هي بقت بتمشي مع بطلنا وشكلهم كويس جدا وهيفوت الشخص اللي عايز يروج لمتجره الجديد. بيشكروا صاحب المتجر لانه بيساعده يحقق حلمه في انه يكون صاحب متجر مشهور. فبيقولوا ان كان شاكك في لبسه لانه كان شغال عارض ازياء لنفسه وما نفعش الحوار، بس لما بطلنا لبس نفس اللبس ده الكل شافها مختلفه جدا. بيشوف بطلنا مكسبه وبيفكر يجيب هديه لامه، وبيعرف ان المجهود اللي بيعمله بجسمه الاصلي في ايام بيكسبه بساعه واحده بجسمه الرشيق، وبيحس ان كده مفيش عدل خالص. هو مروح بيلاقي امه بتحاول تجيب ارجل السلطعون علشان تعمل حساس السلطعون لابنها. بيروح وبيدي لامه فلوس بس بترفض وتقول له اصرفها انت لانها مش محتاجه، وبيكونش فاهم ليه بترفض رغم كل اللي شافه، وبياكل منه وهو بيعيط لانه من كل قلبها. وقتها بيقرر بطلنا يستخدم جسمه الرشيق يكسب على قد ما يقدر، وبيقرر الشغل هيكون ايه. وهو قاعد بيجي صاحب المتجر المشهور تاني وبيقول له كنت فاكر انك هتكلمني، وبيكون لسه عايز بطلنا وبيقول له هزود لك سعرك حتى فما تقلقش، وبيقول له المتجر اللي انت معاه مش مضمون، مهما دفعوا دلوقتي هيقفلوا بعدين لانهم صغيرين، وبيقول له لما يفلسوا انت عارف رقمي. بنروح بعدها لعند جين سونج وميت جين، وبيجي شخص يسلم على ميت جين وبيقول لها ما شفتكيش بقالي كام يوم في الكنيسه، يعني بنعرف انه صديق طفولتها، وبيحس جين سونج بالاهانه لانه دخل جامعه كويسه وشكله اكتر من روعه، فبيقول ان مش عايز يخسر قدامه وهيطلع كل حاجه حلوه عنده. وهو بيسلم عليه بنشوف حد بيضحك عليه وبيكون ده صاحب الشخص اللي دخل، وبيقول تمثيل حلو جدا كنت هصدق، بس بيلحق صديق طفولته ميت جين الموقف وبيسلم على جين سونج، فبيقول اعذر صديقي بس هو تحسه رخم بس هو كويس. بيروح يغرق جين سونج وميت جين سوا، بيكون جين سونج بيجيب القهوه ليهم بس في حد بيعطله برجله وبيقع، وبيكون ده زميل ميت جين، وبيكون مليان غضب بس بيمسك نفسه لانه اكيد ما يقصدش كده وبينظف اللي حصل. فبنشوف ان هما الاتنين واقفين وفي طفل بيشوف حاجه، فبيروح زميل ميت جين يضربه وبيتصرفوا كأن مفيش حاجه، وطبعا الطفل بيشاور بكل براءه على جين سونج، وبتبدا من هنا نشوف نوايا الشخص ده. بيروح جين سونج الحمام وبيكون اتضرب من الام، وبيسمع وهو هناك بالصدفه زميل ميت جين وصاحبه بيروق على دماغهم وهما بيتكلموا على جين سونج، وان ميت جين بتضيع وقتها معاه وشكله احمق جدا، بس ما بيعملش ليهم حاجه وبيكون بيمشي، بس بيسمع جمله بتوقفه، وبنشوف ان الشخص ده بيقول انه حاول يعمل معاهم امور مش تمام بس هي فضلت متمسكه بمبادئها، فبيقول لصاحبه اكيد لو طلبت منها دلوقتي تاني هتوافق. بيلف جين سونج وبيضرب بايده المكسوره في الحيط وبيخلع الجبيره وهو كله غضب. بيتفاجئوا ان جين سونج موجود وبيحاولوا يخلوه يخاف وبيقولوا له انهم بيعرفوا الجودو، بس هو لسه عنده موقفه وشكلهم هياخدوا ضرب للصبح. ما بنعرفش حصل لهم ايه، بس بنشوف يو بين تاني وباقي افراد العصابه اللي معاه وهم عرفوا ان جين سونج ظهر تاني بعد اخر مره، وبيجيبوا شخص يعلمه الادب وبيقول لهم هو ده انا رايح اخد لكم حقكم، بس هم بيحاولوا يلحقوا الموقف بس الوقت عدى. فلما بيروح يضرب جين سونج على راسه ودي اكبر غلطه عملها، وبيقف وبيلاحظ الشخص ده الفرق بينهم. وبنشوف ان ميت جين مع زميل الطفوله وبيكون عايز رقمها، وبيروح يضايق جين سونج وبيقول له اخطفها منك وانه مش هيكون لطيف معاها، فبيروح جين سونج معرفه على قبضته بشكل سليم، ولما بتشوف العصابه كده بتتصدم من اللي حصل وبتقول ده طار من مكانه، وبيجي صاحبه يعتذر مكانه بس ما يصحش صاحبك يضرب وانت لا، فبيضربه. فبيعتذر جين سونج لميت جين وبيقول لها انه ما بيعرفش يكون كويس غير في القتال وان ايده اتعافت من بدري، وبتعرف ميت جين الحقيقه وبتقول انها متاكده انه ما ضربش الطفل وانه كويس فعلا. بيخلص القتال وبيروح المدرسه وبيحس جين سونج باسوأ شعور، وده لانه كذب على ميت جين والمره دي شافت بعينيها، بس بتخرجه من افكاره كلها وتقول له بطل تصغر مخك وما تحاربش كل الناس، وبتديله تذكرتين للفيلم. بنعرف انه راح يخرج مع ميت جين ويصفي حساباته معاهم، وبتقول له انت اتاخرت كتير اكيد كنت بترمي الزباله. بينتقل بينا المشهد عند بطلنا وهو واقف بلبس جديد، وبتكون دي جلسه تصوير في المتجر اللي وافق يشتغل عنده، وبيكون نجاحاتهم بتزيد اكتر واكتر. وبنشوف ان في شخص بيكلم بطلنا وبيقول له انت كنت بتراقبنا، وبيكون بطلنا شاكك انه بيكلمه علشان يتعارك معاه، بس الشخص ده بيوضح انه مش عايز مشاكل وكان جاي علشان شافه مهتم مش اكتر، وبيقول له انه بيعرض عليه شغل حلو علشان يكسب فلوس. لما بيسمع بطلنا كده بيفوق وبيركز للكلام، وبيكون بيحلم انه يكسب 200 او حتى 300 الف وون، بس بيقول له الشخص ده انه ينزل توقعاته شويه وان الرقم ده هياخده مثلا لما يوصل لل 25 من عمره. بنشوف بعدها ان بطلنا بيلاحظ كام شخص
شخص شكلهم وسيمين وبيكونوا خرجوا من عربياتهم الخاصه، وبنشوف ان واحد منهم وباين انه اللي عنده سلطه او اوسم شخص فيهم واسمه دونج ووك، وبيكون باين انه اتخلى عن ناس معاه في الفريق، وبيبص صدفه جنبه وبيشوف بطلنا وبينادي عليه الشخص ده، وبيقول انه شافه مميز. اول لما شافه بيكون عاوز يعمل معاه مقابله الساعه 3، ولما تقابله بيعرف سنه بيتصدم جدا انه طالب ثانوي. وبنشوف حاليا ان بطلنا كل تفكيره ازاي يجمع فلوس علشان امه، وبيقول مع جسمه الاصلي مش هيقدر يطلع فلوس كتير وده بسبب قسوه العالم، وان بجسمه ده هيكسب، وبيفكر انه يشتغل في بابريكا مع دوك هو. بيروح بطلنا الراجل اللي قبله بيكون لابس البدله اللي طلبها منه وبيبهره، بس بيلاحظ ان التجمع ده شبه التجمع اللي كان حصل مع هان يولو والشله بتاعته، وبيكون كل اللي عايزه هو انه يخلص علشان يمشي بسرعه. بنشوف من وسط اللي قاعدين دونج ووك وحواليه واحد بيطلب منه ما يخلوش يمشي وكانه مهووس بيه، بس وسط كل ده بيحس دونج ووك ان في تهديد من بطلنا لانه قاعد هادي وكل الانظار عليه، رغم ان بطلنا بيحاول يهرب منهم بس بيفكر في كل المميزات اللي معاهم وانه اخيرا بيطلع عليهم. بعدين بياخد الراجل بطلنا للدور اللي فوق لأوضة الكاريوكي، وبنعرف ان شغلانتهم هي ان في بنت بتيجي بتصرف فلوسها علشان تغري الرجاله وكانها بتشتريهم. بنكمل وبنشوف بطلنا بيدخل وبيتصدم من كميه الناس اللي موجوده، وبنلاحظ انهم مش مصدومين وده لانهم بيعاملوا بطلنا وكانه خطر، وبيحللوا كل لبسه وبيعرفوا الماركت بتاعته وسعرها. بيقعد بطلنا وبيبدا يشوف صراع الاغنياء بينهم وبين بعض، وكل واحد بيستعرض لبسه، ما بياخدش وقت وبيفهم حقيقتهم، وهم انهم بيكونوا بيستخدموا مساحيق المكياج بشكل كبير جدا، وبيحس بالاشمئزاز وعايز يهرب باي شكل لانه حكم على الكتاب من غلافه. بيتكلموا بنته بتحاول تشده وتساله عن هدومه، فبيقول لها ان كلها جات له هدايا، وبتكون خطته يهرب بس بتحصل بشكل عكسي، وبتقول له البنت انها تقدم له هدايا بسبب شكله انه وسيم جدا. ما بيعرفش بطلنا يهرب، فبيطلب منهم يشرب ميه وهيقوم، بس بيطلع ان ده كحول وما خدش باله من اللون خالص. بيكون بيتخانق منه، فبتروح البنت تلحقه، وبنشوف ان دونج ووك شايفه متضايق وفاكر انه بيستغل غريزه الامومه بتاعتها علشان يجذبها وانه ذكي جدا، بس بطلنا على نياته. بيقوم دونج ووك يصحي بطلنا من اللي بيعمله ده، ومره واحده بطلنا بيسال على اسم البنت اللي بتحاول تغريه، وبنعرف ان اسمها هو جي سيوك. فبيقوم بطلنا هو بيكلمها وبيقول لها ما تجيش مكان زي ده تاني، وباين انه هيعمل مشكله وهو سكران. بنشوف انهم مستعدين يتعاركوا، والناس التانيه اللي حواليهم بيقولوا انهم كانوا متوقعين انه واقح للدرجه دي وانه مش هيقدر عليهم لو قتلهم. وبتيجي جي سوك تتكلم بس بيسكتها دونج ووك وبيقول لهم انكم جبتوه علشان يبوظ الشغل كله، والبنت اللي موجوده بتتصرف وكانها عظيمه ومعاها كل حاجه، وبيحذره بيقول له لو مش عايز تندم فمثل انك كلب وهسيبك تمشي. بيلاحظ بطلنا انه متحصر وبيتهدد، والمفروض انه يكون خايف بس بيقدر يبتسم في وشهم، وبنلاقي ان دو ووك بينط على جي سيوك بس بيقف بطلنا قدامها وبيحميها. بنشوف مهما حاولوا يضربوه بيقدر بطلنا انه يقتلهم كلهم لوحده، وحتى لما بيتضرب بيكمل قتاله وبيكسب. بنشوف بعدها ان جي سيوك اتصلت بالشرطه لانها كانت فاكره ان بطلنا هيتضرب منهم، وبنعرف ان اللي اشتغلوا في المجال ده كانوا مجرمين مطلوبين. بنشوف بعدها ان الصبح جه وفي المدرسه بنلاقي بطلنا رايح ومعاه طبعا جي سوك، وبيكون حاسس انه لسه سكران، ولما بيشوفه جي هو بيستغرب انه كان بيشرب مع حد بره. بنشوف ان بطلنا رايح وقعد بشكل غريب وهو متفاخر بنفسه والكل مستغرب منه، وبيعرفوا انه ريحته كحول. ومش كده وبس، كمان ما بيكونش لابس اللبس الموحد. بيكون جاي يول مبسوط انه لابس بشكل كويس في المدرسه، بس بيتصدم لما بيعرف انه مخمور، ولما بتشوف تشو يسو بتقول ان سيء فعلا زي ما هي متاكده، وبتستغرب ان ابوها طلب منها تراقبه وتعتني بيه. وبنشوف بعدها ان بطلنا راح لعند ليون وعصابته، ومره واحده بيضرب بطلنا بون جاي وبلكمات سريعه بس بيقدر يتجنبها وبيكملوا قتال، بس بنشوف انه ما قدرش يتفادى المره دي. وبيروح بطلنا العصابه للكافيتيريا، هما بيتكلموا، بيجي العميد وبيكون شم ريحه كحول خارجه من بطلنا، وبيحاول بطلنا وهو سكران يجاوب على اسئله العميد، وبيكون وقتها الكل شايفه وبيتفخر بنفسه. بيدي بطلنا البطاقه اللي خدها، ولما بيشوفها بيعرف ان دي حانه ضيافه، والكل بيتصدم والكل بيستغرب انه وصل هناك في السن ده. بيكون بطلنا شرب لدرجه انه بيتحدى العميد بنفسه في قتال هنا، بس مره واحده بنشوف ليون بيقول له انت شربت كتير ودوري حاليا نفوقك بسبب ضربه ليون، رغم ان بطلنا تجنبها بس بيقدر يخليه ينزف. بنشوف ان في قتال قوي بطلنا بيضرب بركله ملتويه بس بيقدر ليون يصدها وهو مش مصدق ان ده حصل، وهما بيتقاتلوا. مره واحده بنشوف ان في شخص وقفهم، وبيكون ده طالب السنه الثانيه واسمه ماتشو، وبيقول لهم يوقفوا قتال، وبنعرف ان شخصيته انطوائيه ومش بيتدخل في امور زي دي، اكيد حد خلاه يتدخل. وبنشوف جانج هيون وبيقولوا ان بطلنا جه المحل مع الشخص اللي وداه للحانه وكان متاكد انه مش شخص عادي، والموقف ده بياكده اكتر. وهو بيكلم نفسه بتيجي تشو يسو بتقول انها
بتكرهه وبيقول لها جان جي هيون الكل شايفه وسيم، فبترد عليه هو لازم اعجب بيه علشان وسيم، وبيتصدم وبيفتكر كلام شخص مميز عليه كان نفس السؤال اللي قالته تشيو سو. وبالنهايه اللي بطلنا بيمشي ورا تشيو سو بتوقفه وبتقول له انها مش عايزاه انه يتدخل علشان تعيش حياه عاديه مش اكتر، وبيختل توازنه مره واحده وبيكون هيقع عليها، بس بيلحق نفسه وبيقول من تلقاء نفسه ما تتجاهلنيش. بيكون جان جي هيون موجود قريب وبيلحقها من بطلنا وبيحاول انه يبعد ايد جان جي هيون، بس بيلاحظ ان محاولته ما نفعتش، وبيكون وصل بطلنا لحدوده وبيقع على الارض وبيفوق في جسمه الاصلي وبيجري علشان يلحقه، وبيكون جري لحد هناك بس ما بيلاقيش جسمه هناك للاسف، وبيعرف انه كان في مجموعه شباب شافت الوضع بس بتستغل بطلنا وبتكون عايزه تسرق فلوسه، بس بيجي ليون يلحقه من الموقف ده. بيتعرفوا على ليون وبيخافوا وبيهربوا وبيقولوا ان اللي اغمى عليه انتقل للمستوصف. بنشوف في المستوصف ان جسم بطلنا التاني هناك، واللي موجودين هم جان جي هيون وهان يول وتشيو سو، وبيستغربوا انها وصلت لعندهم ومحدش كلمها. بيوصل بطلنا بجسمه الاصلي ومعاه ليون، ولما بيدخل ليون بيروحوا وبيعتذر لبطلنا، بيكون سبب اعتذاره ده علشان فهم غلط وان بطلنا هرب من الحان علشان الناس جذبوا عليه، وبيأكد كلامه بطلنا بجسمه الاصلي، وبيكون ليه يوم متأكد من كلامه جدا، ودي اول مرة يسمع فيها بطلنا الكلام ده. بيتأكدوا ان هيونج بارك بخير وبياخد بطلنا جسمه وبيروح للبيت علشان يبقى مطمن. بنشوف تشيو سو هي بتسأل نفسها انها ما شافتش الاتنين قبل كده سوا رغم انها راقبتهم وقصدها بالاتنين هما الجسمين بتوع بطلنا. بيروح بطلنا الحانة اللي كان فيها وبيكون بس عايز يجيب لبسه اللي نسيه، وهو ماشي لما بيوصل بيشوف ان كل المجرمين اللي اتقبض عليهم خرجوا بعد ما دفعوا الغرامات، ووقتها بتدخل عليهم جي سيوكو وبتكون مصدومه لان بطلنا رجع اخيرا وكانت متاكده من ده، وجابت له هديه وهي قالت طهي الرز زي ما طلب. ومش كده وبس، لما بيفتحها بيشوف فيها فلوس كتير علشانه، لما بيروح بيته ما بيكونش عارف يعمل ايه بالفلوس دي، وبيقرر انه يديها لامه وبيخليها تشوفها بتفرح وبتكون عايزه تعرف هو بيشتغل ايه علشان يكسب بالشكل ده، وطبعا ما بيقولش الحقيقه وبيقول لها ده اكتر من شغل بدوام جزئي. بتكون فرحانه الام من اللي بيحصل ده وانه قدر يكسب الفلوس من شغله وبتطمن عليه كده، ورغم انها مبسوطه بيه لكن هو ما كانش مبسوط بنفسه خالص. بنشوف ان بطلنا رجع المتجر يشتغل وصاحب المتجر بيقول له بقالك مده بتغيب كام يوم كده، لكن لما بشوف وشك بطمن. وبتكون حياه بطلنا الهاديه بدات ترجع تاني وانه عايز يذاكر يا ترى هيحصل ايه معاه، ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي. وبس كده يا ابطال للاسف بينتهي ملخصنا هنا. طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان لما ينزل فيديو جديد تشوفه على طول، وما تنسوش تحط لايك، عايزين نوصل الفيديو ل 10000 لايك. وهو بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وسلام.